مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة وموسم جديد من برنامجكم وجه وحوار. تطرح على المغرب اليوم تحديات كبرى من أجل النهوض بوضعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والحقوقي، وتتلخص هذه التحديات في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لضمان ازدهار ورقي مجموع فئات الشعب المغربي. وإذا كان جميع الفاعلين السياسيين مقتنعين اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الخيار الديمقراطي هو المدخل الوحيد والأوحد للمشروع التنموي الشامل، وبأن ترسيخ دولة الحق والقانون هو الكفيل بخلق الإطار الأمثل لتعبئة كل طاقات الشعب المغربي بنسائه وشبابه ورجاله، فإنه لا بد من حد أدنى من الجرأة في مواجهة القضايا الشائكة بما يلزم من الواقعية والموضوعية والنزاهة الفكرية. لا شك أن بلادنا تعيش تحولات هامة، منها ما أعطى بعض نتائجه الإيجابية ومنها ما زال ينتظر. تحولات تتجه نحو الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإصلاح منظومة العدالة التي تعد جوهر كل الإصلاحات والتحولات، بل وعمودها الفقري والركيزة الأساسية التي ستجيبنا عن سؤال طرحناه سابقا ولن نمل من طرحه: المغرب إلى أين؟ وديمقراطيتنا إلى أين؟ وهل استطاعت بلادنا أن توفر الأمن القضائي للشعب المغربي بمختلف فئاته بما يتلائم وطموحاته وتطلعاته لترسيخ قيم العدالة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع ودون تمييز؟ ولأجل ذلك يسعدني أن أستضيف في جلسة هذا المساء الأستاذ فيصل أمرزوق، وهو محام بهيئة الرباط وفاعل سياسي وحقوقي، لنناقشه في المحاور التالية: العفو الملكي ومتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، ظاهرة التشهير وارتباطها بالحساب الشهير المسمى بين قوسين حمزة مومبيبي، ثم محور آخر تحت عنوان العدل أساس الملك وتمتيع بعض المشاهيرين بالحصانة وحماية خاصة دون المساءلة القضائية، تقييم تجربة استقلالية النيابة العامة ومدى توفر شروط استقلاليتها، إصلاح منظومة العدالة والجدل الذي أثاره وزير العدل حول تعديل قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية. أستاذ فيصل أمرزوق، مرحبا بك وشكرا لقبولك الدعوة. كنشكركم على الاستضافة، شكرا لجريدة الأنباء بوست، وتحية للضيوف الكرام والمشاهدين ديالكم عبر جل ربوع الوطن وربوع العالم. مرحبا. سؤالي الأول أستاذ فيصل كمدخل لنقاشنا، وهو العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين بمناسبة الذكرى المجيدة لعيد العرش. يتعلق الأمر بتوفيق بوعشرين، عمر رادي، سليمان الريسوني، ثم العفو على مجموعة من مزارعي نبتة الكيف، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. من وجهة نظرك أستاذ فيصل، ما هي قراءتك للسياق وخلفية هذا العفو؟ وهل نحن إزاء ثورة الملك من أجل بداية صفحة جديدة، أو لنقل عهد جديد من الإنصاف والمصالحة؟ تفضل أستاذ. أولا الأستاذ الكريم، أنا كنحييك وكنشكرك لأنك استهليتي هذه الجلسة الحوارية بواحد الموضوع اللي هو من المواضيع الهامة، ونقدر نقولوا المواضيع الآنية، أو أكثر المواضيع اللي هي كتستحق النقاش اليوم، وهي المتعلقة بقطاع الصحافة بشكل عام، وأيضا بصفة خاصة المتعلقة بالإفراج على واحد العدد ديال السجناء في إطار العفو الملكي اللي تفضل صاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره، ومتبع به واحد العدد ديال النشطاء، ومنهم أيضا واحد مجموعة ديال الأسماء اللي هي تنتمي إلى ميدان الصحافة. ما نساوش المدونين والنشطاء بصفة عامة، لأن كان من ضمنهم واحد مجموعة ديال النشطاء، نعم، أي حتى المدونين.
فهذه اولا انا يعني من وجهه نظرنا كفاعل او ناشط حقوقي وسياسي، هو ان القراءه اللي خاصها تعطى لهذه الالتفاته المولويه هي القراءه القانونيه والدستوريه. فصاحب الجلاله الله ينصره في اطار الاختصاصات الممنوحه طبقا للدستور المؤسسة الملكية أي لجلالة الملك، من حق جلالة الملك أنه يمنح العفو الملكي، اللي يعني احنا باش نكونوا واضحين ونسميو الأمور بمسمياتها. الجميع السجناء اللي هما تيقضيو واحد العقوبة السجنية نظرا لتوفر واحد الظروف معينه، نظرا اللي هي من ضمنها حسن السلوك داخل المؤسسه السجنيه، قضاء واحد النسبه من العقوبه، بمعنى كاين واحد الشروط وكاينه واحد اللجنه كتجتمع، يعني كيترفع الامر ديال هاد الناس هادو اللي تتوفر فيهم واحد المجموعه الشروط لصاحب الجلاله الله ينصرو، اللي بناء عليها جلاله الملك يشمل هاد الناس هادو بالعفو الملكي. ف كاينه اسماء اللي هي اسماء اثارت اللغط واثارت القيل والقال، وكانت حولها نقاشات، من بينها الصحفي توفيق بوعشرين، من بيناتها عمر راضي، من بيناتهم ايضا سليمان الريسوني، واللي هي اسماء ماشي اسماء اللي هي يعني ما غير معروفه، اسماء عندها وزن ديالها وعندها الكلمه ديالها، وكانت تؤتت الساحه السياسيه بالاراء ديالها وبالمواقف ديالها. وبطبيعه الحال من ضمنها عمر راضي، وفي ذاك القضيه اللي هي حول هذا اللغط، ويعني واحد مجموعه الامور تتشار اليوم. فاحنا غادي نناقشوا، اذا كنا الاستاذ غنناقشوا هذه المساله المتعلقه بالعفو الملكي، فاحنا يعني نتمين هذه المبادره الملكيه، وحنا كمغاربه يعني صررنا وفرحنا بهذه الالتفاته المولويه اللي هي شملت ماشي فقط هاد الصحفيين والنشطاء، وانما يعني واحد المجموعه ديال السجناء. ومنهم من لا زال ينتظر، هناك معتقل حراك الريف، هناك الاستاذ زيان ما زال ينتظر تماما. وكاينين ناس اخرين، اللي هما راه ما تيتحدث عليهم حد، ولكن انا تنقول هاد الناس علاش ما كيتحدث عليهم حد، ربما لانهم ما تنتميوش للمنظومات السياسيه ولا منظومات حزبيه. فللاسف اشنو بغيتي تقول هاد النشطاء هادو اللي تمتعوا بالعفو انهم كينتميوا لشي اطارات سياسيه او وكاينين من ضمنهم واحد الناس اللي هما كاينه واحد الميولات سياسيه معروف، واحد التوجه يعني حزبي او سياسي، لكن من حقهم كل واحد من حقه يكون عنده توجه. اذا ممكن ان نفهم ان هذا العفو جاء في اطار ضغط ما، لا داخلي او خارجي. دابا للاسف بعد ما يعني صدر العفو الملكي حنا فوجئنا. حنا اولا كنشكروا باش ما تفوتناش الفرصه، لان النقاش معكم غادي يكون على ما يبدو غادي يكون غني وثري، ولكن حتى لا تفوتنا الفرصه والمناسبه اننا كنشكروا حنا كمغاربه وكشعب مغربي كنشكروا جلاله الملك على هذه المبادره، لانها كيف ما سلفت الاستاذ الكريم جات في اطار نقولوا في اطار واحد الانفراج حقوقي، واحد الانصاف ومصالحه جديد، واحد صفحه واستشراف صفحه اخرى. يعني غادي نشهدوا ربما مستقبلا هيئه انصاف ومصالحه اخرى. انا باش نربطوا الاحداث في السياق ديالها، هو احنا تفاجئنا بالناس اللي استفدوا من العفو الملكي، خرجوا في اطار واحد التصريحات، في اطار واحد الندوه، وناس ما اصبحش الشغل الشاغل ديالهم على انهم يسميوا الامور بمسمياتها ويشكروا جلاله الملك ويتمنوا المبادره الملكيه. للاشاره هناك من شكر جلاله الملك، هناك توفيق بوعشرين من بوابه السجن، مؤخرا سمعنا حتى سليمان الريسوني حتى هو شكر جلاله الملك. يعني ما نقولوش بانهم راه ما شكروش جلاله الملك او شي حاجه او شي من هذا القبيل، لانه ترويجات مغالطات في هذا السياق، وربما كاينه حتى واحد الاساءه لهاد الصحفيين. كاينه ندوه الاستاذ باش نكونوا موضوعيين، كاينه ندوه تعقدات وحنا تصنتنا على مجريات تلك الندوه، وعوض انها من لا يشكروا الناس لا يشكروا الله، هذه معروفه.
نعطيو كل ذي حق حقه، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه باش نكونوا واضحين، المحكمه قالت الكلمه ديالها في واحد الملفات، بمعنى نطويو الصفحه ديال هاد القضايا هذه في صبغتها الجنائيه. يعني اللي بغيتي تقول كاينه احكام، يعني بغيتي تقول ان العفو اوقف العقوبه. كاينه احكام، وجلاله الملك الله ينصرو صدر العفو ديالو، وهاد الناس عانقوا الحريه من جديد ورجعوا للاهل ديالهم. حنا كنا كمجتمع كنعيشوا ذاك المأساة اللي كيعيشوها الاهالي والاسر ديال هاد الناس اللي تيتمناو الافراد الاسر ديالهم يرجعوا ليهم من جديد ويعانقوا الحريه وتنتهي ذاك المأساة، وحنا فرحنا ليهم من شفنا هاد الناس. لكن استاذ في هذا السياق هناك من يقول ان العفو على الصحفيين هو جاء لتصحيح المسار واخطاء القضاء، وانه جاء بعد ضغط دولي لحمايه الصوره الحقوقيه بالمغرب. ما تعليقك؟ هذا قولهم وللاسف حنا دابا هادشي اللي بغينا نناقشوه. راه هاد الناس هادو خاصهم يكونوا يعني ناس واقعيين. الواقع شنو فيه احكام صدرات اللي عنده من يدعي انه حنا هنا ما باش نكونوا الاستاذ واضحين، حنا ماشي غادي نكونوا يعني ترميو الورد على المؤسسه القضائيه ولا كنتقدوا جهه على حساب جهه اخرى. حنا غنكونوا واقعيين وموضوعيين، نقاش يتميز بالموضوعيه والحياد. المحكمه قالت الكلمه ديالها على مستوى محاكم الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، وعلى مستوى محاكم النقد، بمعنى اننا امام احكام حائز القوه الشيء المقضي به. وكيف ما يقال يعني في الناحيه القانونيه، الحكم عنوان الحقيقه الواقعي الدنيويه بطبيعه الحال، والاحكام تتبقى هي احكام صادره على البشر ماشي احكام ربانيه لانها صدرات. ممكن اذا الاخطاء القضائيه محتمله في هذا الباب، احكام تظل كتمتع بداك الصبغه البشريه ديالها. القاضي او الهيئه القضائيه ما نساوش عاوتاني انه كاين هناك قرار اممي تيقول بان توفيق بوعشرين اعتقل اعتقالا تعسفيا، سليمان الريسوني كذلك اعتقل اعتقالا تعسفيا، عمر رادي تيقولوا حتى هو اعتقل اعتقالا تعسفيا. وكاين هناك من يقول بان هذه الملفات التي ادين بسببها هي ملفات مفبركه. جميل الاستاذ. انا باش نكونوا واقعيين، حنا كمغاربه يعني حنا اللي يهمنا من هذا النقاش في حد ذاته هو المصلحه الوطنيه. حنا الا كنا غادي نجتمعوا وغادي نناقشوا وغادي تكونوا تنحسوا براسنا في دوله، خاصنا نثيقوا في المؤسسات ديال بلادنا. حنا راه ماشي هذوك الناس اللي تيقولوا نثيقوا في مؤسسات بلادنا ولكن نناقشها. ما العيب في ان نناقش القضاء؟ ما العيب؟ لا نناقشها. دابا هذا هو الاشكال. ما الذي سيضر الناس بان سليمان الريسوني الان تيخرج يبحث عن البراءه ديالو امام المجتمع، يريد ان يعقد مناظره مع احد المحاميات؟ لماذا سنجهد هذا الحق؟ لا تنتمنى استاذ ما تقاطعنيش باش نكمل الفكره. تفضل يا استاذ. حنا ماشي تنقولوا ما نناقشوا مرحبا بالنقاش، النقاش راه هو اللي غيعطينا الحقيقه. ولكن حنا امام احكام صدرات. باش ما تربليش الفكره، حنا ماشي مع هذوك الناس اللي تيقولوا تيقوا واحد الشخصيات دوليه وما يتيقوش في المؤسسات ديال البلاد. حنا كنتيقوا في المؤسسات ديال البلاد. الا ما عندناش الثقه بلا ما نزيدوا. راه الاستاذ كلشي تيتيق في مؤسسات البلاد. لا ولكن كاين الناس تيجهروا. لا ولكن هذه المغالطه تتروج. خاصنا نثيقوا في مؤسسات البلاد ولكن لا نناقشها. راه غريب هذا الامر. لا الاستاذ، كاينين الناس كيجهروا بها تيقول، ولكن في سياق اخر تيقولوا كيصدقوا واحد الفاعلين في الساحه الدوليه وما تيتيقوش الناس اللي كيمثلوا المؤسسات ديال البلاد. هذا نقاش اخر. حنا او الا كنا غادي كنناقشوا في اطار تعمه الثقه، تنثيقوا في المؤسسات ديال بلادنا. عندنا واحد المكتسبات، عندنا واحد الرصيد، عندنا ملك البلاد اللي هو صمام ثقه. هو ملك البلاد جاء لتصحيح الاخلالات او الاختلالات. ما نخرجوش الامور من السياق ديالها. يعني هو راس الدوله يصحح، يعني هو الاب ديال المغاربه يصحح. لماذا لا نقول؟ قال ان العفو الملكي هو تصحيح لاحكام. العفو الملكي هو معناه عفو من قضاء العقوبه داخل المؤسسه السجنيه. هذه هي اثر العفو الملكي، وليس محو للجريمه او نفي لارتكاب الجريمه. هذا من الدروس النظريه. هذا القانون.
ولكن هاد الناس انا متفق معك الاستاذ، انا ماشي كنكر على شي واحد ما يكونش انا مع قرينه البراءه، ولا كان شي واحد الانسان يتثبت بالبراءه ديالو انا كندعوه يتثبت بالبراءه ديالو يواصل في طريق اثبات البراءه ديالو، ولكن ماشي بالمحاكمه الشعبيه او بالسجالات الاعلاميه. لا، كاينه قواعد، كاينه طرق مسطريه، وهذوك الناس راه بدون ادنى شك راهم عارفين الامكانيات القانونيه اللي ممكن يسلكوها اذا كانوا ذاك المسائل. ولكن ما تنقولوا حنا المغاربه اللي عطى الله عطى، خاصو محكمه الشعب خاصو يبرأ راسو، لان هذه راه تهم جنسيه، راه ماشي شي حاجه يعني ماشي شي حاجه سهله، راه تهم جنسيه يعني خص الانسان يدير واحد المناظره ويقول شنو كاين. استاذ دابا حيت المغاربه كاملين ما حضروش المحاكمه، المغاربه كاملين ما طالعوش على الملف ديال القضيه، يعني واش فهمتي شنو بغيت نقول؟ انا متفق معك، ولكن باش واحد غادي يبقى حياته كامله وعنده الابن ديالو غيبقى دائما موصوم بالعار على انه اعتدى جنسيا على ذكر مثله، واحد اغتصب فتاه، واحد اغتصب مجموعه خادماته او مشغلاته، هنا خص الانسان يبحث على البراءه ديالو امام الشعب، لان في نهايه المطاف راه تتهمنا نظره المجتمع او لا. ولكن الادانه كانت بناء على حكم الشعب ولا على حكم المحكمه؟ هذا سؤال. انت قبل قليل قلت لي بانه هذا حكم بشري معرض للاخطاء، ولكن صادر على مؤسسه وهناك مؤسسه اصدرت العفو. كاين واحد المبدا توازي الشكليات، بمعنى ان صادر احكام باش غادي نعاودوا النظر في تلك الاحكام بناء على احكام ايضا صادره على نفس المؤسسه. اما محاكمه شعبيه هادشي ما تقدم ما تاخر. انا ما تنقول الحقيقه يعلمها الله، الا عندهم حق من حقهم يثبتوا بالحق ديالو، ولكن وفق المساطر القانونيه. انا ما دخلتش في الملف ديالهم، ولكن انا اتكلم وفق ما هو متوفر. كاينه محاضر ديال الضابطه القضائيه، كاينه احكام المحكمه، انا اناقش تلك الاحكام اللي صدرت بناء على تلك المحاضر. الا كانوا هاد الناس تيقولوا هاد الشيء ما كاينش وهاد الناس هاد الشيء ما من والو، عندهم امكانيات قانونيه. هذه هي دولة الحق والقانون. دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والمبادئ الديمقراطية هي أننا نسلكوا الطرق القانونية، ولكن ما نخلقوش واحد دابا في إطار هذا المد الشعبوي اللي هو أصبح يكتسح العالم حتى على مستوى الأنظمة السياسية. ما نخلقوش أيضا واحد المد الشعبوي اللي هو غتولي عندنا أحكام قضائية في صف ونديروا محاكمات محامية زميلتك وافقت على اجراء مناظره مع الصحفي سليمان الريسوني. انا الاستاذ يعني كريم يعني حتى هي تتعرف المساطر القضائيه الى غير ذلك. انت تبعتي هذا النقاش هذا؟ انا الاستاذ، انا باش نكون معك واضح في هذه النقطه هذه، باعتبارها هي بغات دير مناظره ولا ما تعملهاش، هذيك مسألة كتعلق بها. أنا أتكلم من وجهة نظري أنا وفق التحليل ديالي المتواضع. وقبولها بإجراء مناظرة هناك شيء ما خلق إشكالا داخل المجتمع أو طرح عدة تساؤلات. يعني على ماذا تريد أن تدافع؟ أستاذ هو نعلم أن سليمان الريسوني يريد أن يدافع عن نفسه، يريد أن يبرئ نفسه، ولكن هي على من تريد أن تدافع؟ على مؤسسات القضاء، على هيئة الدفاع؟ ما فهمناش. حنا في هذا النقاش الاستاذ ما كندافعوش حتى على شي جهه ولا نتحيز لجهه ضد جهه. حتى انا كنطرح سؤال الاسئله. كنا واضحين اكثر من اللازم. شنو قلنا هاد الناس هادو الا عندهم البراءه معلوم الا متثبتين بالبراءه ديالهم، وباعتبار ان البراءه هي الاصل، راه مازال هناك امكانيات قانونيه التي يجب سلوكها امام المؤسسه القضائيه، باعتبار ان اجهزه الدوله من تتشكل من السلطه التنفيذيه، من السلطه التشريعيه، ومن السلطه القضائيه. دابا حنا امام واحد البناء ديمقراطي وصلنا له مع دستور 2011 واسنا لواحد المفهوم ديال استقلاليه السلطه القضائيه. انا ملي كنجي وندير واحد المحاكمه شبيه امس باستقلاليه السلطه القضائيه. واش هذوك دابا مفهوم القاضي والهيئات القضائيه اللي هي كتنظر في الملفات على المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، غادي نجيو نعملوا هذا البناء القانوني على 3 مستويات، نضربوه في صفر بمقتضى محاكمه شعبيه
ايوا هذه المحاكمه الشعبيه بعدا شنو هو الاساس القانوني ديالها؟ ما هي القواعد القانونيه؟ ما هي القواعد الاجرائيه اللي حنا غنحتكموا لها بان هذا السيد بريء ولا ماشي بريء؟ أيوة انا نطرح لكم سؤال، انا نطرح لكم يسال المحاكمه باش نخرجوا حنا من قضيه ديال التاثير على القضاء. المحكمه ياك فيها هيك دابا ما كاين لي تاثير على القضاء لا والو. المحكمه هناك قواعد اجرائيه وقواعد موضوع يتم الركون اليها باش نحددوا هذا الشخص بريء ام مدان. المحاكمه الشعبيه شنو هي المعايير اللي غادي نرتكنوا ليها امام المجتمع؟ بريء واش غادي نلعبوا على استمالات العاطفه ديال المشاهد؟ واش هذاك المشاهد عنده كفاءه، مع احترامنا الجميع، عنده كفاءه اعلى في تكوين واحد القناعه قانونيه اعلى من الهيئات القانونيه؟ انا كنقول عندك براءه غتثبتها في المحكمه. واضح. أستاذ، في سياق العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين، هناك متابعة قضائية طافت على السطح لواحد من أبرز الصحفيين في المغرب، الأستاذ حميد المهدوي، الذي توبع بالقانون الجنائي بسبب شكاية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أحالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش على النيابة العامة. هذه المتابعة خلقت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. برأيك أستاذ، هل يمكن القول بأن السيد وزير العدل يسير عكس الإشارة الملكية، أم أن التوجه إلى القضاء ضد الصحفيين هو جد عادي ومتابعتهم بالقانون الجنائي على الرغم من وجود مؤسسة للتنظيم الذاتي المعروفة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالرغم من وجود قانون مؤطر لمهنة الصحافة والنشر؟ الأستاذ، في هذا الباب هذا المتعلق بالمتابعة الأخيرة المصدرة في حق الصحفي حميد المهدوي، أولا كنعبروا على التضامن ديالنا مع الصحفي حميد المهدوي، تضامن مطلق كما نتضامن مع جميع الصحافة المغربية، شكونوا واضحين المستقلة، باعتبار أن الصحافة إلا قلنا كاين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، هناك السلطة الرابعة اللي هي سلطة معنوية، بمعنى أن هذا الدستور إذا كان تيضمن لنا هذا البناء الديمقراطي المتكون من 3 سلطات، كانت 3 سلطات في حد ذاتها تخضع لواحد المراقبة، واحد التتبع، واحد الملاحظة ديال واحد السلطة أخرى اللي هي سلطة الصحافة. ملي كنمشيو حنا نشوفوا هاد الصحافة وكنشوفوا ماذا تقدم الصحافة في الدول العريقة في الديمقراطية، كنشوفوا الصحفي يعني المجال ديال الحريه ديالو بطبيعه الحال. ما تنتحدثش انا على الصحافه اللي هي تدعي انها كنهضر على الصحافه المعقوله، الصحافه المحترمه، الصحافه الحقيقيه والجاده، الاقلام الجاده، صاحبه القلم وصاحبه الفكر وصاحبه التحليل الرزين والموضوعي، وبعيدا ايضا حتى على التيارات الحزبيه. لا، انا ملي تنهضر على الصحافه كنهضر على الصحافه المستقله اللي ما عندها حتى ذاك الايديولوجيه الحزبيه تابعه لليسار او تابعه للتيار الاسلاموي او تابعه لتيار اخر ليبرالي او ما نسميوش تيار وصافي باش ما يقولوش حنا عندنا. انا كنهضر على الصحافه المستقله. ملي تنهضروا على حميد المهدوي لا احد يجادل ان يمثل واحد توجه اعلامي صحفي مستقل. قبل ما طرحتي السؤال تكلمنا على العفو الملكي، على اسماء صحفيه بارزه، هذه في حد ذاتها هذا هو تيبقى عفو ملكي، ولكن راه عندنا واحد الدلاله اللي حنا خاصنا نستخلصوا كمواطنين، خاصنا نستمطوا الاشاره، نلتقطوا الاشاره كمواطنين، فما بالك كحزاب وكفاعلين سياسيين. مني كنشوفوا انا نعاود نرجع للاطار اللي خلق لنا النقاش، الناس عندهم ادانه وتمتعوا بعفو ملكي. حنا خاصنا تكون عندنا واحد قراءه سياسيه. حنا تفاجئنا كيف ما تنظن تفاجئ الجميع، صحفيين خرجوا الامس، صحفي يتابع اليوم. هذا يعني نقدروا نقولوا مفاجاه غير منتظره. ماشي احنا غادي نحملوا المسؤوليه للنيابه العامه، لان ملي كان جينا نديروا القراءه القانونيه ديالنا حنا نناقشوا بطبيعه الحال كيف ما قلنا الموضوعيه والحياد. من غادي نديروا القراءه القانونيه من تابع هي النيابه العامه، بمعنى من يتحمل المسؤوليه هي النيابه العامه في تسطير المتابعه.
واللي اصلا ما خصهاش تكون شكايه باش ما ندير على ما العيب في ان الوزير يدير بالغ يعني. انا نكمل لك الاستاذ. واللي هي متابعه ماشي وفق حتى قانون الصحافه والنشر، هي متابعه في اطار القانون الجنائي. دابا هذا صحفي مهني بمعنى يزاول العمل الصحفي ديالو. نتوما كتعرفوا ما هو تعريف الصحفي والعمل الصحفي، يعني كتعرفوا الاطار المنظم من هذا المجال. وحتى من تنطلعوا على المتابعات والفصول تلقاوها تابعه المتعلقه بحميد المهداوي، تلقاوها تعود الى القانون الجنائي. فهنا غنرجعوا السؤال الاستاذ، الملاحظه ديالك كيف ما قلت امر ما يتعلقناش بالنيابه العامه، ولكن حنا كنشوفوا الجهه التي قدمت الشكايه. راه هذه الجهه اللي قدمت الشكايه هي اللي قدمتها بالامس ضد رضا الطوجني. ورضا الطوجني كان ايضا من ضمن الناس اللي استفدوا من العفو الملكي، خدا عقوبه بسبب الجهه اللي تقدمت بالشكايه اللي هي الجهه هي وزير العدل. باش نسميو الاسماء بمسميات، ما نهضروش حنا بالرموز، حنا ما تنهضروش بالرموز. انا جايك، حنا غاديين في اطار التدرج. باش ما نقولوش الجهه، باش ما تبقاش نقولوا الاسماء بمسميات. لا نخشى في قولي الحق لومة لائم. انا جاي في اطار التدرج. هذه الجهه المتمثله لا باش المتتبع الاستاذ لا باش ما نهضروش بالرموز، لا ماشي نهضروا بالاسماء بمسميات. ماشي الرموز الاستاذ، واخا يقدر السي وهبي يدعينا ماشي مشكل انا نديرها. السي الاستاذ ها اللي ما بغيناش نوصلوا له. انت دابا في اطار العمل ديال لا كاين الرعب ولكن هادشي اللي ما بغيناش، ولكن ما تخافش لان البلاد عندها الركائز ديالها ولكن طالما كاين الملك ما نخافوش، عندها الركائز ديالها. اللي نبغيو نقول هو رضا الطوجني هذه الجهه هذه كانت متمثله في وزير العدل المغربي المنتمي الى حكومه، انا نمشي معك بعيد، المنتمي الى حكومه عزيز اخنوش اللي هو وزير العدل عبد اللطيف وهبي. سبق له تقدم شكايه ضد رضا الطوجني، وهذه المتابعه ضد رضا الطوجني ايضا اثارت القيل والقات واثارت الجدال، باعتبار ان رضا الطوجني واحد الانسان اللي معروف التوجه الفكري ديالو، واللي معروف الحب ديالو للوطن، واللي معروف ذاك الفيديوهات اللي تقدمها والمحتوى ديالها الاعلامي، وذات الصبغه الصحفيه، ذات نقولها ونعاودها، ذات الصبغه الصحفيه. رجل وانسان مثقف يحب وطنه، تفضح المسكوت عنه، بمعنى أن هذا رجل يشكل قيمة مضافة للمشهد الإعلامي والصحفي، وأيضا يساهم في بلورة حرية الرأي وحرية التعبير. هذا الرجل هذا تقدمت به شكاية من طرف عبد اللطيف وهبي، خدا حكم بالإدانة على مستوى محاكم ابتدائية. فوجئنا على مستوى محكمة الاستئناف برفع العقوبة. رضا الطوجني ما بقاش عنده الأثار بعد صدور الحكم، ما بقيناش كنشوفوا صوت رضا الطوجني، آراء رضا الطوجني. أنا شخصيا وليت كنشوف المشهد الحزبي وكنشوف الديمقراطية داخل البلاد ديالنا بعد ما تعتقل رضا الطوجني. فقدنا واحد الصوت اللي كان يساهم في التنوير وفضح الفساد. نقدروا نقولوا صوت معتدل، صوت ملكي، صوت وطني، يعني رجل تتحس به قيم مغربيه وبدون ايديولوجيه سياسيه او حزبيه. نرجعوا للسي حميد المهداوي. ولكن الحمد لله العفو الملكي انصف الرجل وعانق الحريه من جديد، الى اننا نفاجأ مره ثانيه بنفس الجهه المشتكيه اللي هو وزير العدل عبد اللطيف وهبي شكايه ثانيه في مواجهه حميد المهداوي بعد الافراج على رضا الطوجني، متابعه في اطار قانون جنائي حق حميد المهداوي بناء على شكايه عبد اللطيف وهبي. هنا الخطوره فين كاينه الاستاذ؟ دابا الخطوره اللي الناس ما كتهضرش عليها. انا سادعوك الى تصفح تاريخ الحكومات المغربيه. هل هناك واحد الوزير سبق له قدم شكايه في مواجهه صحفي او وزير للعدل سواء في المغرب او على مستوى العالم؟ هذا وزير العدل، وهذا ينتمي الى حكومه صاحب الجلاله، وهذا قد قصر على خدمه المغاربه. ووزاره العدل رمزيتها تاريخيا كنشوفوا انه واش بقات عندها الرمزيه ولا لا، ما عرفتش انا.
ورئيسه داخل الحكومة اللي هو عزيز أخنوش أدى القسم أمام جلالة الملك على أنه يكون في مستوى تطلعات المغاربة. حنا السؤال، واش هذه الحكومة جات باش تخدم المغاربة يعني في الإطار الشق التنموي والحقوقي والاقتصادي، أو جات هذه الحكومة مختصة في تقديم الشكايات ضد الأقلام الصحفية؟ هذا هو السؤال، وهذا الشيء لا الحقوقيين لا الهيئات السياسية كتكلم عليه بما فيها البرلمان. أنا كنشوف أن وزير داخل الحكومة ويمثل وزارة العدل وتسجل في حقه سابقا أنه يتقدم بشكايات ويتعتقلوا فيها ناس من الحقل الصحفي، هادشي ما خاصوش يتسكت عليه، لأننا كندمروا الديمقراطية وكندمروا البناء الديمقراطي اللي حنا تراكموه منذ الاستقلال، وحنا في اطار البناء الديمقراطي. هذا الرجل بالامس دابا الخطير شنو هو الاستاذ؟ شنو هو الخطير؟ هو ان دابا كاين شنو هو دابا حنا كيف ما قلت حنا في اطار البناء الديمقراطي. دابا المواطن المغربي بمن ولا تعطي المثل؟ بهذا وزير العدل اللي هو عبد اللطيف وهبي، تيقول لك هذا الرجل كيفاش كان يتصرف داخل البرلمان والخطاب ديالو، وتيقول لك دابا الناس عازفه وفاقده الثقه في المشهد الحزبي والسياسي، وكنزيدوا نغديو كنجيو نكرسوا العزوف لدى المواطن، لان رجل حاز ثقه المواطنين ويعني دخل الحكومه، وخطاب الامس ماشي هو خطاب اليوم، واصبح واحد الوسيله ديال الزج بالصحفيين في السجون. ها الخطير في الامر. وهاد انا كنشوف هاد ما يحدث هنا، كان خاص تكون واحد ردة فعل ديال المنظمات الحقوقيه وتكون ديال الهيئات السياسيه وجميع القوى الحيه داخل المجتمع، حتى الاطار المهني الذي ننتمي له نحن الصحفيين، المجلس الوطني للصحافه. يعني لا قيمه للبطاقه التي يحملها حميد المهداوي الان، بما فيها انا ملي تنقول جميع القوى الحيه كنشمل فيها سواء المجلس الوطني للصحافه، سواء النقابه الوطنيه للصحافه وغيرها من التنظيمات المهنيه. هذه مساله لا يجب السكوت عليها، لان ما تتعلقش بحميد المهداوي او برضا الطاوجني. حنا كنمسوا البناء الديمقراطي اللي بلادنا ماضيه فيه منذ الاستقلال. دابا المواطن شنو اللي ولا في المخيال ديالو؟ ولا تيشوف واحد الفاعل حزبي، يعني بعد ما تولى المسؤوليه خطاب الامس ماشي هو خطاب اليوم. في نظرك شنو الخلفيات من المتابعه ديال موقع بديل او حميد المهداوي بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافه والنشر؟ انت تعلم بان لا يمكن لوزير العدل ان يقدم شكايه دون ان يحيلها الى رئيس الحكومه الذي يحيلها الى النيابه العامه. هنا واش كاينه شي خلفيه سياسيه او شي حاجه من هذا القبيل اللي كتزكي هذه المتابعه؟ هو فيما يخص هذه الشكايه هذه بالذات، لانني اطلعت على المعطيات من خلال ما اورده حميد المهداوي بخصوص هذا الملف هذا، اللي هو انا كنستغرب ليه بصفه خاصه. هو ذاك الملتمس ديال تسطير المتابعه اللي تم تسطيره من طرف رئيس الحكومه، واللي تم توجيهه الى النيابه العامه. هذا هو التساؤل، باعتبار ان حتى ما يتعلق بالمساطير اللي هي كتخص الصحفيين، كاينه كانت واحد الدوريه اللي صادره على رئيس النيابه العامه. الفحوى ديالها هو ان الجرائم اللي هي تندرج في الاطار الصحفي خاصة تكون مقدمة إلى القضاء بمقتضى شكايات مباشرة. حنا كنشوفوا، يعني حنا دابا علاش كنقول لك الأستاذ خاصنا نعرفوا راسنا اش كنديروا. عندنا قضاء مستقل، هذاك القضاء المستقل خاصنا نقويوه. أنا إذا كنت كنرفض المحاكمة الشعبية من طرف واحد الناس يقولوا على أنهم تعرضوا لظلم، راه أيضا هادشي ما نقبلوش، حتى ما نقبلش المساس بالسلطة القضائية حتى من سلطة أخرى. أنا منين نشوف رئيس الحكومة هذا اللي هو جا لخدمة المواطن وأدى قسام
وتحيل يقوم بإحالة هو ملتمس. الرجل الثاني في الدولة على رأس الدولة، الرجل الثاني كاين جلالة الملك، كيتبعوا رئيس الحكومة، كيتبعوا رئيس مجلس النواب. وملي كنشوفوا رئيس الحكومة تعطي ملتمس للنيابة العامة من أجل متابعة الصحفي، واش ما كتشوفش بأن هناك تأثير على القضاء؟ من واحد الناحية كقراءة في الملتمس، هناك أنا كنشوفها من وجهة نظري هناك تأثير على السلطة القضائية. فهذا أنا كنشوف بأن وزير العدل الوهبي هو تسبب في تقديم شكايات ضد الصحفيين وأساء لهذه الحكومة، هذه الحكومة اللي هي غادي تولي موسومة بالشكايات ضد الصحفيين. هذه دابا الصفة دابا تلازم هذه الحكومة هذه فيما تبقى من مشوارها. أنا اللي كنشوف أنه هذا وزير العدل الوهبي تسبب في تقديم الشكايات، وأيضا ورط رئيس الحكومة في هذه الشكايات، باعتبار أن رئيس الحكومة سطر ملتمس بالمتابعة موجه إلى رئاسة. الغريب في الأمر أنه يتم قتل الصحفيين بالمعنى المجازي حاليا، وهناك تمكين لواحد الفئه اللي ولات كتسمي راسها هذوك اليوتيوبرز، يعني هما اللي ولاو تينظروه، في حين ان الصحفيين تواروا عن الانظار. واخا ان الشعب ولا تيقول لهم نتوما راه بعتوا الماتش كذا، ولكن الصحفي ملي ولا كيتقدم الى الامام تيبدي الراي ديالو الى غير ذلك، هو حنا كنشوفوا تيتعرض للمتابعات. بينما هاد اليوتيوبرز هناك البعض منهم اللي تيتمتعوا بواحد الحصانه بلا ما نقروا هاد المسائل. دابا الاستاذ، دابا الخطير في الامر هو ان موضوع هاد الشكايات هو يندرج في اطار الخبر، في اطار النقاش، في اطار حريه النقد. دابا ما كنشوفوش المحتوى اللي هو هاد السيد هذا يزعم على انه سب وقذف ومساس بالحياه الخاصه للافراد، ما كنشوفوش كي ينطوي على واحد السب وواحد القذف وواحد التشهير. فانا كنت اتمنى ان وزير العدل عبد اللطيف وهبي كيف ما هو دقيق في ملاحظه الخطاب الاعلامي اللي هو تصدر على رجال الصحافه، أين هي أعينه مما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من ظاهرة اليوتيوبرز؟ أين هو من هذا المساس بالنظام العام وبالمرأة المغربية وبالأم المغربية وبمؤسسة الأسرة؟ واش هو تار من اجل كرامته؟ بينما هنا غنجيو دابا هو وزير العدل لكافه المغاربه يجب دابا الاستاذ هنا غنجرنا النقاش السياسي. هل وزير العدل ترى لكرامته ولا تهمه كرامه المغاربه؟ بين قوسين، لانني انا ارى ان الكرامه ديالو محفوظه. هاد الناس سواء رضا الطوجني او حميد المهداوي راه ما تكلموش على عبد اللطيف، على حياته الخاصه، على عبد اللطيف وهبي الانسان او المواطن. تيتكلموا على المسؤول الحكومي الوزير ديال العدل، من حقنا نتكلموا عليه بغاو ولا كره. هذه هي الديمقراطيه، وهذه هي حريه الراي والتعبير، وهذه هي حريه الممارسه الصحفيه. الا كان عنده موقف اخر. والاخطر من هذا، الرجل اصبح يتوعد. دابا الخطوره، دابا ندخلوا في النقاش السياسي على ما يبدو لي. دابا الخطوره هو انه اصبح يهدد بسن نصوص تشريعيه، وعلى ما يبدو وفق ما يبدو له هو من خلال صراعه مع الصحفيين. دابا هالخطوره غنوليو في اطار النصوص التشريعيه ما تتميزش بالموضوعيه والتجرد والعموميه، غادي تولي لانها جات على واحد الظرفيه مزاجيه او حاله نفسيه ديال واحد الشخص عبد اللطيف وهبي، بمعنى ان الحاله الانسانيه المتعلقه بعبد اللطيف وهبي اصبحت تطغى على الصفه الوزاريه للمسؤول الحكومي داخل حكومه عزيز اخنوش عبد اللطيف وهبي. ولكن هنا شنو اللي غادي نسالوا؟ خاصنا نسالوا البرلمان، وخاصنا نسالوا الفرق المعارضه، لان هاد الناس هادو راه هما اللي خاصهم يحاسبوا المسؤول الحكومي. مش هما اللي اولى، هما اللي في البرلمان. شنو هو الدور ديال المؤسسات التشريعيه البرلمانيه؟ هي مراقبه السياسات الحكوميه، مراقبه اعضاء الحكومه، مساءله اعضاء الحكومه. اين هم؟ واش هذا الوضع دابا ديال مقاضاه الصحفي لا يستدعي عقد جلسه برلمان استثنائيه؟ تظن سنشوفوا حنا مساس بسلطه رابعه باسماء صحفيه. وحنا دابا المغرب دابا بالمناسبه تنترأسوا المجلس الدولي لحقوق الانسان، مقبلين على تنظيم كاس العالم. اي صوره دابا كنقلوها للمنتظم الدولي.
او المجتمع الحقوقي. وهاد الناس اللي هما دابا خرجوا في اطار العفو الملكي، راه حنا كنشوفوهم وكيتحدثوا على ضغوط دوليه باش تمتعوا بالعفو، والعكس هذا الشيء راه ما كاينش في اطار الضغوط الدوليه. كان مبادره ديال جلاله الملك الله ينصرو انسانيه. حنا كنشوفوا الترويج لهذه المسائل هذه، وكنشوفوا مقاضاه الصحفيين. اذا عبد اللطيف وهبي كان عليه حنا كنقولوا هذا راه رجل يعني يتقلد المسؤوليه، رجل مسؤول، وخاصو ما يشوف نفسه، يشوف مصلحه الوطن. دابا للاسف حنا كنشوفوا دابا صراع شخصي اصبح يكتسي صبغه حكوميه، واصبح حتى السي عبد اللطيف وهبي يثير الجدل بخرجاته التي تمس احيانا العقيده. هذا موضوع اخر. لا نناقشوا احنا مادام حنا كنتحدثوا على وزير العدل، يجب ان نناقش هذا الا بغيتي نناقشوا، لان الا هضرنا على العقيده تنهضروا على اماره المؤمنين. دابا الاستاذ دابا الا بغيتي نناقشوا، دابا الا بغينا نناقشوا عبد اللطيف وهبي، ما غنقولكش انا غنناقشوا عبد اللطيف وهبي الانسان او وزير او ولكن التصريحات ديالو راه بصيفته كمسؤول حكومي ماشي انا غنمشي معاك ابعد. غادي نناقشوا ظاهره عبد اللطيف وهبي، ظاهرة عبد اللطيف وهبي. غادي نقول لك الظاهرة عبد اللطيف وهبي وكيفاش بدات. الظاهرة عبد اللطيف وهبي بدأت وتفجرت ابتداء من جواز التلقيح اللي فرضوا على المحامون بولوج المحاكم، وتسبب في ايقاف العمل داخل المحاكم بسبب عبد اللطيف وهبي. استمرت ايضا مع مشكل ديال الضرائب المتعلقه بالمحامين، وتمادت مع فضيحه امتحان المحاماه. والمغاربه راه جميع عاشوا الفضيحه ديال امتحان المحاماه، واللي وصلت الى حد الاضرابات على الطعام، والناس دخلوا في الاغماءات، واصبحت الارواح البشريه مهدده بسبب هذا الامتحان ديال فضيحه المحاماه. واللي هي في سابقه في تاريخ المغرب هو ان تتنظم مباراه المحاماه وتتدخل وسيط المملكه اللي هو ايضا واحد المؤسسه مستقله. السيد وسيط المملكه يعين صاحب الجلاله، واللي يعني ما كناش كنسمعوا بهذه المؤسسه وسيط المملكه الى ان سمعنا بمؤسسه وسيط المملكه بالتدخل ديالها في ملف فضيحه المحاماه، بعدما اصدرت توصيه موجهه الى رئيس الحكومه من اجل اعاده تنظيم امتحان المحاماه. ولكن احنا نظمنا الامتحان، والامتحان الاول مادام احنا نظمنا مباراه ثانيه، اذا هناك مشكل يعتري المباراه الاولى. ولينا في امتحان اول، ولينا في امتحان ثاني. حاليا عاود كنعيشوا مشكل ثاني بسبب عبد اللطيف وهبي المتمثل في قانون المسطره المدنيه. غادي نجيو لهاد المسطره المدنيه، قانون المسطره الجنائيه، اي حاجه فيها يد وهبي الا وفيها مشكل. انا اقول ان عبد اللطيف وهبي اصبح عبئا على الحكومه. وسابقا انا كنت وجهت واحد المناشدات رئيس الحكومه عده مرات، وجهت مناشدات رئيس الحكومه لان عندنا سابقه. وهنا فين تنشوفوا ذاك الحكومات اللي فيها واحد النفس ديمقراطي باش تفجرات الفضيحه ديال العمل. مع ان عبد اللطيف وهبي يساري، يعني اليساريين ما كنعرفوهمش انهم كيمشيو يدعيو الصحفيين الى غير ذلك. دابا الاستاذ هذا المفهوم، دابا حنا الا جينا ندخلوا في هذه المساله المتعلقه باليسار غندخلوا في بحر اخر ديال النقاش، لان اليسار في المغرب هو يسار عنده واحد الخصوصيه عروبيه، ونفضل هذا النقاش نخليوه. حنا اللي نفضل نتكلم عليه هو ان هاد الظاهره ديال عبد اللطيف وهبي. انا سبق لي تقدمت ملتمس لرئيس الحكومه، لان عندنا سابقه ديال فضيحه مولاي عبد الله. كان رئيس الحكومه السابق عبد الاله بن كيران بعد ما تفجرت ذاك الفضيحه تقدم ملتمس اعفاء وزير الشباب والرياضه على ضوء ذاك الفضيحه. حنا كنشوفوا مشكل تبع مشكل، ونفس الشخص هو جاثم على قلوب المغاربه بدون انه يترفع ملتمس الاقاله ديالو صاحب الجلاله. وحنا دابا تنوصلوا ولينا كنشوفوا وزير العدل عوض انه ينكب على خدمه قطاع العداله وفق الصلاحيات اللي هي معهوده لوزاره العدل،
اصبح ولينا كنشوفوا مختص في مقاضاه الصحفيين. أستاذ، أنت أثرت واحد النقطة في غاية الأهمية بخصوص متابعته للزميل حميد المهداوي. قلتي أنه هنا كيتبين لك أنه تهمه كرامته أكثر من كرامة المغاربة اللي تيتعرضوا لظاهرة التشهير. هذا الأمر تيجرنا بالضرورة إلى الحديث عن ظاهرة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي تستهدف الصحفيين والمحامين أيضا وموظفين عموميين بمؤسسات دستوريه. زميلنا الصحفي حميد المهداوي وزميلتنا الصحفيه حنان رحاب ما تخرجوش عن دائره الاستهداف، بحيث تعرض كل واحد منهما لسلسله تهجمات من طرف بعض محترفي ومحترفات التشهير، حتى اصبحنا وكاننا امام ظاهره فيها حصانه لمن يمارسها. سؤالي هو: لماذا في نظركم اصبحت ظاهره التشهير تتقوى يوما عن يوم؟ هل بسبب انعدام الوعي أم بسبب ضعف الترسانة القانونية لزجر مرتكبي مثل هذه الأفعال؟ تنشكرك الأستاذ على هذا السؤال هذا المتعلق بظاهرة التشهير بصفة عامة، تشهير التنمر السب والقذف من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال استعمال وسائل التواصل الرقمية. هذه جريمة يعني اللي هي ماشي تندرج في إطار الجرائم الكلاسيكية، أي السرقة مستحدثة، يعني الجرائم الكلاسيكية. هذه جريمة عندها واحد الطبيعة خاصة. الخطير في الأمر هو أن هذه الجريمة هذه راه ماشي ما عندناش التنظيم القانوني ديالها في ضمن الفصول المنظمة الأفعال الإجرامية. عندنا كاينة فصول اللي هي كتنظم التشهير وتعاقب على التشهير، وكتنظم ايضا يعني بث التسجيلات، استعمال الصور. هذه المسائل كامله عندنا منظمه، ولكن حنا كنشوفوا هذه الظاهره كتستفحل، كتنتشر الى درجه انها ولات كتمس اسماء معروفه، منها من ينتمي الى المشهد الاعلامي والصحفي واسماء كبيره، منها اللي كتنتمي لجسم المحاماة، منها اللي كتنتمي ايضا للحكومه، حتى القضاء. يعني اسماء عندها المكانه ديالها داخل المجتمع. تجي واحد القناه، كيجي واحد ما يسمي نفسه باليوتيوبر او التيك توكر او شي حاجه من التخربيق، وتيجي وتيولي يعني تيعمل على ارتكاب هذه الجريمه ديال التشهير وديال السب والقذف والضرب في الاعراض. ودابا المصيبه الكبرى شنو هي؟ راه ما تيقتصرش هذه الجريمه على واحد الشخص بعينه، بل بالعكس تتمتد للاسره ديالو، المحيط ديالو. وفي دراسه لهذه الظاهره ديال التشهير الخطوره ديالها هي انها كتقدر تدفع الناس الى الانتحار. الضحايا ديال هذا التشهير تيقدروا يلقاو راسهم مقبلين على الانتحار بسبب واحد المجرم الكتروني يقبع وراء هاتف محمول او وراء جهاز حاسوب. والاخطر من ذلك ان دابا الاستاذ الى جينا نهضروا في الشق هذا، الامر اصبح يكتسي واحد الخطوره. يعني نقدر نقول لك بانه يوازي او يعادل الجريمه الارهابيه. غتقول لي علاش؟ غادي نقول لك، وهذه انا كندق ناقوس الخطر من خلالكم، تندق ناقوس الخطر للجهات المسؤوله. الا كانت بلادنا نجحات في التصدي للارهاب والجريمه الارهابيه من خلال المقاربه السباقيه، فانا تنقول على اننا في اطار مكافحه الجريمه الالكترونيه رحنا متاخرين. ما غنحملش انا المؤسسه الامنيه المسؤوليه بوحدها، ولا غنحملها المسؤوليه المؤسسه القضائيه، ولا غنحملها المسؤوليه الجهاز النيابه العامه، ولكن كنحمل انا المسؤوليه فيما يتعلق ما يتعلق بالجريمه ديال التشهير والضرب في الاعراض الى هذه القطاعات كامله. كل منها يتحمل قسط من المسؤوليه. غتقول لي علاش؟ لانني ملي تكون عندي النص القانوني كاين، وملي كيكون عندي جهاز النيابه العامه، وتيكون عندي الاداره الامنيه، وتيكون المشهر يعبث في الارض فسادا ويضرب في النساء ويضرب في الرجال ويضرب في الامهات بدون حاسب ولا رقيب، هنا كنطرحوا السؤال: واش حنا في اطار دوله الحق والقانون ودوله المؤسسات، ولا حنا كنعيشوا في عهد السيبه، ولا كنعيشوا في الغابه؟ وحنا دابا كنشوفوا راه كاينه قنوات مختصه، كاينين الناس على مجرد تدوينه تيتم القاء القبض عليهم. هذا هو الغريب.
مجرد تدوينه، ولكن هذاك المجرم اللي هو يمارس الجريمه ديال التشهير فيه تقول لي انا قلتي الجريمه الارهابيه علاش ماشي، انا نقول لك علاش لا تقل خطوره على الجريمه الارهابيه، لان هذا المجرم الالكتروني ما بقاش مجرم بوحده لوحده، يعني تيقصر في الجريمه، ولات الجريمه القناه او المجرم الالكتروني او المشهر تيعطينا مجموعه قنوات ومجموعه ديال الشبكات ديال التشهير اللي هي كامله كتشتغل تحت امره مجرم واحد او مجرمين او التنظيم الاجرامي. نمشي معك الاستاذ ابعد من ذلك، حتى العائدات اللي كتجي من هاد القنوات اللي كيقولوا الادسنس، يعني بنادم يعني كيولي كيسترزق باعراض الناس من بواسطه هاد القنوات. ملي كتولي تجي عندك واحد العائدات من اشياء محظوره، فهي لا تقل عن تجاره في المخدرات او تجاره في المحظور. واش كتفق معايا في الطرح؟ لا اتفق، وتشكرك الاستاذ لانك انا غفلت واحد المؤسسه كتشكرك اللي ذكرتي فيها، والي بنك المغرب، ولكن انا باش نكمل باش تكون المقاربه نعطيها بشكل مختصر. نمشيو والي بنك المغرب باش نمشيو فيها. لانه كيف ما قلت هذا المجرم الالكتروني، ولاو تينسجوا واحد العلاقات يعني مع عده قنوات وعده مجرمين الكترونيين. تنظيم، اذا كاين عندنا التنظيم الارهابي عندنا التنظيم الالكتروني الاجرامي. منهم من يتواجد داخل الحدود ومنهم من يتواجد خارج الحدود، هي ظاهره اجراميه عابره للقارات. عندنا واحد الاتفاقيه دوليه اللي هي المغرب مصادق عليها، اتفاقيه بودابست، اللي هي كتنظم هذا دابا حنا عندنا اتصالات القانون الجنائي، وعندنا ايضا ما يتعلق بضبط هاد المجرمين الالكترونيين وفق اتفاقيه بودابست، بمعنى ان الترسانه القانونيه عندنا، ولكن الاجهزه خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها، لان هذا التنظيم هذا اذا قلنا تيضرب في الاعراض. علاش كيضرب في الاعراض؟ تيضرب في الاعراض وتيشهر وتيبتز. علاش؟ نظير واحد المصلحه هي مداخيل وعائدات الادسنس، هي خدمه الاجندات المؤدات عنها، ايضا من خلال التحويلات البنكيه، وايضا عبر الاموال المحوله يدا بيد. دابا ملي كنشوفوا صحفيين يهاجمون، علاش يهاجمون من اجل ابتزازهم وارغامهم وتشهيرهم، من اجل التاثير على الاراء ديالهم وترهيبهم، من اجل ترهيبهم والتضييق عليهم. شحال من صحفي ولا كيترهب من قنوات التشهير. كذلك ملي كنشوفوا محامي او محاميه كيتعرض للتشهير من اجل التاثير على مواقفه. تنشوفوا بزاف ديال المحامين ولاو تيتمسوا في الذمه الماليه ديالهم. كذلك عندنا وزراء، عندنا الناس في البرلمان، يعني مختلف القطاعات. ولات قنوات اجراميه، انا نقول قنوات اجراميه خطيره اللي هي كتلعب في اموال ضخمه. وهاد التحويلات اللي هي كتحول حنا ما كنعرفوش المآل ديالها. انت في البدايه الاستاذ الكريم تحدثتي لي على حساب حمزه موبيبي، بتتبع حساب الخيوط ديال حمزه موبيبي راه تنقدروا نخرجوا في ديناصورات، تنقدروا نخرجوا في امور خطيره، تنشوفوا واحد الارتباطات الى غايه اليوم. الفاعل الاصلي المتعلق بحمزه موبيبي مازال ما رجع لي الوالي المغرب طرقتي لها، ولكن هناك اموال يتم التحصل عليها نظير ارتكاب الجريمه الالكترونيه، لان الجريمه الالكترونيه والتشهير والابتزاز تيتم في اطار تصفيه الحسابات. هذاك المجرم ما تيخرجش غير ويشهر باكس هكاك، تيخرج يشهر باكس. علاش؟ لان تعطاتو التعليمات، كاينه تحويلات ماليه، كاينه مصالح اقتصاديه، كاينه فلوس كتعطى، اموال غير مشروعه. اذا قلنا حنا العائدات المترتبه من جريمه الاتجار في المخدرات والمسائل غير مشروعه، هذه مسائل متحصله من مسائل غير مشروعه، هذه عائدات ارتكاب الجريمه. الناس كتغتني وترفح من الجريمه الالكترونيه اللي كيف ما قلت اغلبهم عاطلين عن العمل، معظمهم عاطلين. دابا ولاو ناس الاستاذ حتى اللي ماشي عاطل العمل غادي يصبح يولي يمتهن الابتزاز، حتى لانه مدير لاموال ضخمه. الناس كتحصل على اموال ضخمه من اجل ارتكاب الجريمه الالكترونيه اللي هي اصبحت شبكات اجراميه منظمه. هذه عباره عن جريمه منظمه، هذه تقدر تاثر لك على حكومات، وتقدر تاثر لك على مسؤولين امنيين وتهدد ارواح. يعني يقدر على مسؤولين امنيين، مسؤولين امنيين تتم مهاجمتهم. حنا هنا في اطار المسؤوليه المشتركه، والي بنك المغرب خاصنا نضبطوا هذه المتحصلات الادسنس، ايضا وكاله تحويل الاموال
خاصنا نضبطوا هاد الناس اللي هما كيتوصلوا بالاموال. بطبيعه الحال كاينه اموال كتعطى ما امان، هذيك ما يمكنلكش تضبطها الا الا ضبطتي المجرم الاساسي او فرد من افراد ذاك خاص الشرطه الالكترونيه تراقب المحتويات الرقميه، يعني راه باين هذا المحتوى تيمارس التشهير وباين اللي ما تيمارس التشهير. باين. انا باش نكمل لك غير هو استاذ النقطه اللي باش نوضحوها، لانه هناك من يعتقد انه خارج الحدود المغربيه ويمارس التشهير. التشهير راه مجرم يعني في القوانين الدوليه، راه ماشي غير في المغرب. يعني المس بالحياه الخاصه، السب والقذف راه مجرب ماشي غير في المغرب وفق المبادئ القانونيه، وايضا وفق اتفاقيه بودابست. المجرم الالكتروني ممكن القاء القبض عليه اينما يتواجد، باعتبار ان الجريمه الالكترونيه ما محصوراش في المكان. هذه باش نوضحوا الامور اللي خاصو يتعمل. خصنا واحد المقاربه تشاركيه ما بين مختلف هاد الفاعلين. الاداره المديريه العامه للامن الوطني هي كاينه واحد الخليه الكترونيه هي كتعمل على تتبع الجريمه الالكترونيه. ايضا النيابات العامه خالقه واحد المسطره المتعلقه بالجريمه الالكترونيه. ايضا عندنا كيف ما قلت النصوص القانونيه المعاقبه على الجريمه الالكترونيه. فين عندنا الاشكال؟ عندنا الاشكال هو ان هذوك الضباط ديال الشرطه القضائيه اللي في غالب الامر كتحلوا بهذا النوع ديال الجرائم هما مختصين في الجريمه الكلاسيكيه. حنا خصنا هاد الجرائم غادي تتكاثر لان فيها الارباح وفيها العائدات، والعاطلين على العمل والناس اللي باحثين على الاغتناء السريع تيلجؤوا له وتتكاثر بواحد الشكل كبير. خصنا رفع الناس على مستوى ضباط الشرطه القضائيه اللي يكونوا مختصين في الجريمه الالكترونيه، وتكون عندنا مخافذ ديال الشرطه خاصه بالجريمه الالكترونيه. خاصنا نيابه عامه مختصه بالجريمه الالكترونيه اللي ما غتكونش المهام ديالهم الجريمه الكلاسيكيه، فقط اختصاص الجريمه الالكترونيه. وتكون واحد الشراكات مع الشركات ديال الاتصالات باعتبار ان اي محتوى يكون فيه السب القذف التشهير. كاينه الوسائل التقنيه اللي ممكن الموتور دو ريشيرش اللي ممكن الروبو ممكن يضبط ذاك المحتوى بلا حنا ما نقلبوا عليه. يعني كاينه وسائل تكنولوجيه من اجل الحد من هذه الجريمه الالكترونيه اللي ولاو الضحايا ديالها انا راه داكشي خطير. ملي كنشوف انا امهات وادين الرجال تيتم الضرب في الاعراض ديالهم، نشوف نساء برلمانيات، ونشوف وزاره، ونشوفوا المراه مغربيه، ونشوف يعني ما خطات حتى احنا هنا في المغرب ما خطات حتى حد. نشوفوا بما فيه مسؤولين امنيين. واحد تتقاس العرض ديالو وكيتقاس العرض ديال الاسره ديالو بسبب هذا المجرم الالكتروني. الاستاذ الكريم انا كنوجه من الحوار ديالك بما فيه مسؤولين امنيين تم الاعتداء عليهم من طرف المجرمين الالكترونيين. استاذ نتوقفوا قليلا ونلتقيو بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد. أستاذ نواصل حديثنا حول ظاهرة التشهير. لاحظنا أنها تناسلت مع ظهور فئات تسمى باليوتيوبرز. هذه الفئات بدورها ظهرت بظهور الحساب الشهير المسمى بين قوسين حساب حمزة مومبيبي، حتى أن بعض اليوتيوبرز أصبحوا يشكلون قوة وخطر داهم لممارستهم التهديد في حق الصحفيين وقيامهم بشن حروب بالوكالة في إطار تصفية الحسابات. برأيك كيف السبيل للحد من هذه الظاهرة، أي ظاهرة التشهير، والقضاء على الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود؟ وهو الأستاذ كيف ما سلفنا الإشارة، هو أن الجريمة الإلكترونية اللي هي كتشكل الأساس ديال هذه الظاهرة ديال التشهير، عندنا يعني الضرورة القصوى على أن من اللازم نتصداو لها. ولكن كيفاش غادي نتصداو لها؟ هذه هي الإشكالية اللي تحت ما حد ساعة باقي ما عاطينا لها إجابة. أنا شخصيا من خلال يعني بعض الملفات اللي أنا شفتها على مستوى المحاكم، أنا كنشوف مازال ما وصلناش لواحد المرحلة اللي نقد نقول أن المجتمع المغربي والمغاربة أنهم محصنين من الجريمة الإلكترونية. الجريمة الإلكترونية تستدعي أننا نكونوا أمام إدارة أمنية متخصصة، بمعنى شرطة إلكترونية مختصة
ما عند يعني مختصه في الجريمه الالكترونيه ما دون باقي الجرائم الكلاسيكيه. بمعنى متى توقع واحد الجريمه الالكترونيه يتم الرصد ديالها على وجه السرعه. الجريمه الالكترونيه من طراز التشهير والسب والقذف والابتزاز، لان الجريمه ديال التشهير تتكون مقرونه بالابتزاز. هادشي الناس اللي ما كيعرفوش. تصفيه الحسابات واللي تقدر توصل ان الضحيه يقدر يتعرض للانتحار، بمعنى جريمه قتل تمارس بطريقه اخرى. هذا هو الخطير. الناس راه دخلوا في حاله اكتئاب. كاينين الناس اللي هما الاطفال ديالهم ما بقاوش كيقدروا يمشيو للمدارس. يعني جريمه مستمره والاثار ديالها جد خطيره. هادشي اللي كان ديال حمزه مونبيبي صوره، ولكن دابا كاينه صور اخرى مسكوت عنها. دابا حمزه مونبيبي باعتبار ان هذا الحساب كان في السناب شات، كان الفنانين كانوا واحد الناس اللي هما مشهورين تعرضوا له. هنا علاش تفجرت القضيه ديال حمزه مونبيبي. ولكن دابا خاصكم تعرفوا بان كاينين قنوات اللي تطلقوا تسجيلات صوتيه، محادثات تيتم التسجيل ديالها، وهذه الوسائل هذه تستعمل في جلب المشاهدات وفي السوبر شات وتصفيه الحسابات والاستحواذ على المبالغ الماليه. السوبر شات على ذكر هذا السوبر شات، كنشوفوا شي واحد كي يعني كيدير هذا السوبر شات هو خارج المغرب، كيديروا لواحد داخل المغرب. واش ما كتعتبرش ان هذه تلقي اموال اجنبيه؟ تماما. هناك يعني هذا الاطار هذا ممكن احنا ما تعرفوش حتى الجهات المانحه، هل هي جهات مغربيه او تقدر تكون حتى جهات اجنبيه. الا دخلتيو دابا يعني البلاتفورم ديال اليوتيوب غادي تدخلوا غادي تلقاو دول يعني وارد الاسم ديالها في هذه الجرائم الالكترونيه. المهم هذا ماشي هو الاطار اللي غادي نهضروا عليه، ولكن احنا غنحاولوا نقدموا مقاربه اللي هي نتوفروا على ضابطه قضائيه مختصه في الجريمه الالكترونيه، باعتبار غير توقع الجريمه الالكترونيه يتم الرصد ديالها على وجه السرعه، وايضا النيابه عامه بشكل تلقائي، وايضا الاحاله ديال المجرمين الالكترونيين على نيابه عامه مختصه في الجريمه الالكترونيه، لان المسار التقليدي الكلاسيكي ديال محاربه الجريمه ماشي هو المسار اللي غنحاربوا به الجريمه الالكترونيه. استاذ نفتحوا واحد النقطه، دابا الاداره العامه للامن الوطني كاينه خليه الكترونيه، ولكن انا كنبه ما كافيش هذا الموقع ديال الابلاغ، ما كافيش. انا كنقولها من المنبر ديالكم، موقع ديال الابلاغ ما كافيش. انا كنوجه نداء للاداره العامه للامن الوطني، موقع ابلاغ غير يعني قادر على مواجهه الدائره ديال الجريمه الالكترونيه. ايضا الخليه الالكترونيه ما كافياش، عندنا مجرمين الكترونيين مختصين في التشهير، السب والقذف، الضرب في الاعراض، ممارسه الابتزاز، تصفيه الحسابات. راه ما يمكنناش حنا نستمروا في هذا الوضع هذا. واذا قلنا اداره امنيه وشرطه ضابطه قضائيه مختصه اللي تستطيع ضبط المجرم الالكتروني، وهو في اطار ذاك اللايفات والمباشرات، وايضا مصادره الاجهزه المستعمله وضبط الاموال المتحصله والارتباطات اللي هي سواء داخل المغرب او خارج المغرب. لاننا ما ننساوش واحد النقطه، التركيز على انه التفاعل خصو يكون تلقائي، ماشي حتى يوضع شكايه. نقدروا نكونوا امام جهات اجنبيه كتضرب في المغرب باش نكونوا واضحين. نقدروا نكونوا امام جهات اجنبيه كتضرب في المغرب، كتمس بالسمعه ديال الناس، خاصه تنشوفوا حسابات مجهوله، حسابات وهميه كتنشط. بغينا نعرفوا هاد المشهيرين شنو ارتباطاتهم مع هاد الحسابات ومع الناس اللي كيحولوا لهم الفلوس. هذه اسئله مشروعه تتشكل الامن المجتمعي. ايضا نيابه عامه مختصه، ماشي داك النائب الوكيل الملك او نائب الوكيل العام اللي هو مختص في استنطاق المتهم في اطار جريمه كلاسيكيه الضرب بالجرح القتل اما وجاوراه. يعني الناس اللي هما التكوين، يعني مثلا نهضروا على الجريمه نهضروا على ناس خضعوا للتكوين المستمر، سواء ضباط الشرطه القضائيه يعني سواء نيابه عامه. دابا حنا غادي نهضروا على النيابه العامه، ها هي استقلات، ولكن الاطار اللي هو اللي غينظم ليا الجريمه الالكترونيه على مستوى رئاسه النيابه العامه اين هو؟ ملي تمشيو للمحكمه كنلقاو نائب عادي هو اللي كيتصدى الجريمه الالكترونيه. هادشي ما كافيناش، يعني خاصنا قضاء متخصص. ايضا ذاك القاضي الذي ينظر
القضيه المتعلقه بالجريمه الالكترونيه هادو خاصنا نعرفوا، خاصكم تعرفوا باش نوضحوا الامور، والناس اللي يشاهدون ويتابعونا يعرفوا، لاننا حنا اللي تنهضروا تندقوا ناقوس الخطر لما في افاده المجتمع. راه هذاك ضابط الشرطه القضائيه وهذاك نائب وكيل الملك او القاضي، الناس تيشتغلوا في اطار حياتهم العاديه، ما كيدخلوش اليوتيوب، ما تيدخلوش التيك توك، ما تيدخلوش لي بلاتفورم، لا علم لهم بما يحدث. ناس خدامين منشغلين في حياتهم اليوميه، في الحياه الاسريه ديالهم، الحياه الواقعيه ماشي الحياه الافتراضيه. بمعنى حنا في امس الحاجه الى ناس مختصين يتم الرفع من عدد ضباط الشرطه القضائيه، التوظيفات يكونوا ناس ديال المهندسين في الاعلاميات، يكون عندنا واحد النيابه العامه اللي تشتغل بتنسيق مع مهندسين مختصين في الانظمه المعلوماتيه. خاصنا واحد الرؤيه ذات طبيعه او صبغه معلوماتيه لمحاصره الجريمه الالكترونيه. ما نبقاوش حنا عندنا الشرطه الخاليه الالكترونيه، النيابه العامه راها تتصدى. حنا محتاجين الى التخصص، ولا هضرنا على هذه المسائل غادي نهضروا على رئاسه النيابه العامه والاستقلاليه ديالها، ولكن ما غاديش يسعنا المجال. استاذ نفتحوا واحد القوس بخصوص حساب حمزه مومبيبي. لاحظنا انه تم اعتقال العديد من المواطنين والمواطنات بسبب هذا الحساب اللي تيتسمى حساب مشؤوم، والى حدود اليوم لم يتم تحديد الفاعل الاصلي لمسيره. ما تفسيركم لذلك؟ فيما يخص حساب مومبيبي، هذا العبد الضعيف المتين امامكم راه كنت من الناس اللي طرحوا التساؤل، باعتبار ان كاين واحد الفنانه، كاينين الناس اللي تحكموا في اطار هذا الحساب ديال حمزه مومبيبي، ولكن المتهم الرئيسي حنا دابا كنفتخروا بالاداره الامنيه ديالنا وكنفتخروا بطبيعه الحال بالقضاء المغربي، ولكن هذا الحساب الا هو داخل المغرب ما عندناش الفاعل الاصلي. اذا كان خارج المغرب شكون هو؟ بقينا هذا سؤال. ما تنتمنى اننا حنا في المغرب ما يسجلش علينا التاريخ واحد الجريمه دازت بدون متون الفاعل الاصلي امام العداله. المديريه العامه للامن الوطني فكت خلايا ارهابيه خطيره داخل المغرب وخارج المغرب، وما يمكنش ان ما غاديش توصل تهتدي للوصول الى الفاعل. هذا الاستاذ مهمه النيابه العامه. النيابه العامه خاصها تواصل الابحاث القضائيه للوصول على الجهه اللي هي كتحرك او الراس المدبر الذي يشغل الحساب ديال حمزه مومبيبي، لان هذا الحساب هذا منين تفجر كنا كنسمعوا مافيا العقار، كنا كنسمعوا واحد القاضي انتحر، كاينه هضره تروج على انه كان ضحيه ابتزاز. كاينه مجموعه ديال المعطيات، مجموعه فنانه، كاينين مجموعه ديال المعطيات اللي هي بقات الى غايه اليوم بدون اجابه، اللي جات في السياق ديال حساب حمزه مومبيبي. للاسف المحاكمه ديال واحد الشخصيه اللي هي كانت تهضر وتتناقش حساب ديال حمزه مومبيبي، كانت وقع عليها واحد المشكل، وربما ساهم في خفض الصوت المتعلق بهذا الحساب ديال حمزه مومبيبي. المهم هذا الملف هذا الابحاث خاصها تستمر باش نوصلوا للحقيقه ديالو. واضح استاذ تحدثنا عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مدخل هذه الحلقه. نعود للحديث عنه عبر بوابه الجدل الذي يثيره من حين لآخر بتصريحاته، بحيث أنه لم تنتهي بعد معركة مشروع قانون المسطرة المدنية وما أثير حولها من جدل وإضرابات، حتى أضيفت معركة أخرى تتعلق بقانون المسطرة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، التي يعتبرها أهل القانون وأنت منهم أنها من أخطر النصوص القانونية وأكثرها تأثيرا على حرية المواطنين وعلى حقوقهم في الولوج إلى القضاء. سؤالي هو سؤال مركب حتى تكون الإجابة دقيقة. لماذا هذا الجدل العنيف من طرف المحامين والمحاميات؟ ولماذا هذه المعارك ضد أي مشروع قانون يتقدم به الوزير العدل وهبي؟ تمام. الأمر يتعلق بتصفية الحسابات بينكم وبينه. تنشكرك الأستاذ على هذا السؤال هذا، المتعلق بواحد العدد ديال المشاريع القوانين اللي هي ثارت واحد الجدل في الساحة الوطنية. فاللي غادي نطرحوا عليه سؤال: لماذا جميع المشاريع القوانين اللي كتجينا عن طريق وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالذات كتخلق لنا هذا المشكل؟ هذا هو السؤال. ونطرحوا سؤال اخر: هاد المشاريع ديال القوانين اللي جات في هاد الحقبه ديال هاد الحكومه هذه، بغينا نعرفوا. انا ما نطرحش السؤال، انا غادي نطرح واحد التصور اخر: ما هي القيمه المضافه من مجموع مشاريع القوانين اللي جات بها هاد الحكومه هذه؟ القيمه المضافه ديالها للمجتمع المغربي ما تلقاوش شيء اضافه. هنا غنجيك عاود لما يتعلق عبد اللطيف وهبي. خاص تعرف الاستاذ ان
سواء ما يتعلق بالنسبه لمدونه الاسره، حنا كنعرفوا ان الامر ديالها رافعوا جلاله الملك للمجلس العلمي الاعلى لابداء وجهه النظر ديالو، بمعنى ان هاد المسائل المتعلقه بالتعديلات اللي غادي تخضع لها مدونه الاسره تم سحب البساط من عبد اللطيف وهبي. مدونة الأسرة عندها خصوصية وعندها مسطرة خاصة. المهم تم سحب البساط من أقدام عبد اللطيف وهبي، هذا فيما يخص مدونة الأسرة، لأن الرجل كان يطرح واحد التصورات اللي هي تصورات غريبة على الأسرة المغربية وعلى المجتمع المغربي. أنا قلت لك أي حاجة فيها عبد اللطيف وهبي إلا وفيها مشكل وإلا وفيها جدل. وعلاش ما نقولوش أن تصفية حسابات مع خصوم السياسيين يصفون حساباتهم مع ذلك الرجل لا خصوم سياسيين له، لأن لا اسمح لي الأستاذ، ذلك الرجل لا خصوم سياسيين له. كون هاني من هذا. إلا قلت لي عبد الإله بكير نقدر نقول لك عنده خصوم سياسيين، إلا قلت لي ديال الشجر نقدر نقول لك خصوم سياسيين. هذاك الرجل لا خصوم سياسيين له، باش نكونوا واضحين. هذاك الرجل عنده مسؤولية، وزير العدل، تيتقدم بمشاريع قوانين، هذيك المشاريع ديال القوانين هي عديمه الاثار، بانه عنده واحد الجرأه سياسيه كيستطيع انه كيطرح واحد المشروع سميتو وتيناقشوا. ماشي هادشي ما داروش اللي قبل منه. هي مشاريع قوانين تخريبيه. الا جينا وانا ممكن ندخل معك في هذه المسألة، اضافه صرف النظر على التصورات ديالو فيما يتعلق بالعلاقات الفرديه ومسائل متعلقه بالاسره، هادشي ما غنناقشوش. نجيو حنا المسائل المتعلقه بقانون المسطره المدنيه. خاصكم تعرفوا بان هذا القانون المسطره المدنيه هو قانون ضارب في الزمان من السبعينات، وحنا خدامين بالقانون المسطره المدنيه الجنائيه ولا المدنيه. وهذا القانون هذا هو قانون شامل، قانون متكامل، ربما يكون يعني في حاجة إلى تنقيحات، لا سيما فيما يتعلق بالتبليغ، تقوية حقوق الدفاع، مسائل تهم الجانب باعتبار أنه قانون مسطري، مسائل اللي تقدر تسرع لي العدالة ممكن، ولكن بدون مساس بالدفاع. مي كنجيو للتصورات ديال هذا السيد هذا، شنو اللي قام به الخطير اللي الناس ما كتطرحوش بكل أسف؟ شنو قدم هذا السيد هذا؟ قدم مشروع لقانون المسطرة المدنية كأن المملكة المغربية تأسست اليوم. مشروع جديد بشكل كلي من ألف إلى ياء، ماشي عمل هو تنقيحات وتعديلات على النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية، هو أعاد النظر في الحصيلة القانونية لقانون المسطرة المدنية اللي قراتها الأجيال المغربية جيل على جيل. مبدأ التراكم ما احترمش مبدا التراكم، وهذا الشيء فيه ترابطات. تقول لي ترابطات الاستاذ ديال، انا نقول لك عنده ترابطات ديال شراح قانون المسطره المدني، بمعنى من تيكون عندنا واحد الغموض، واحد اللبس، واحد التفسير بخصوص بعض الفصول القانونيه، يتدخل فقهاء القانون بالاخص قانون المسطره المدنيه وتعطيونا تفسيرات. ايضا عندنا تراكمات ديال الاجتهاد القضائي، خاصة الصادر على محكمة النقد أي مجلس الأعلى السابق. وبالتالي هذا السيد هذا من غيبدل لنا قانون المسطرة المدنية من ألف إلى ياء غادي نضربوا في الصفر جميع الشروحات والتفسيرات الصادرة عن فقهاء القانون، وأيضا الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقد، لأننا تنصبحوا أمام قانون المسطرة المدنية جديد بصفة كلية، جديد كأننا تأسسنا اليوم. وهذا الشيء ما توقعش في أي دولة من دول العالم. يعني خاص المحامين والقضاة خصهم يمشيو يعاودوا يقراو يعني هذا المفهوم. هذا المشروع ديال هذا المسطرة قانون المسطرة المدني، هذا السيد ما داش فيه المقاربة التشاركية. دابا ترجعوا للدستور، الوثيقة الدستورية ينص على المقاربة التشاركية. هذا السيد بعد أصلا دابا إذا جينا نرجعوا في هذا الشيء هذا، علاش عندنا إعادة النظر في قانون المسطرة المدنية ما جاناش كمقترح قانون من البرلمان؟ علاش ما جاناش مقترح قانون؟ مشروع مسطرة مدنية جاينا من عند وزير العدل، مشروع مسطرة جنائية جينا من عند وزير، بمعنى جميع المشاريع كتجينا من عند وزير العدل. إضافة لهذه المسائل دابا حنا كنهضروا عليها، حتى اللجنة المناقشة بديت كنفهم هو كأنك بغيتي تقول لي بأنه كينفذ شي أجندة ما أنا ماشي قلت ينفذ، ولكن كنقول هاد المشاريع اللي تيقدم مشاريع معطوبة ما غتخدم ليناش المغرب. عنده مستشارين، عنده ستاف ديالو،
هذه مساله غادي الا جينا نناقشوا غادي نرجعوا لما يتعلق بالديمقراطيه التمثيليه، واعطى الديمقراطيه التمثيليه في البلاد ديالنا، وتنظن ما غاديش يسعنا المجال باش نكونوا واضحين في هذه المسائل، لان هذا الشيء مرتبط حتى بهذا التحالف الثلاثي. وهنا انا كنت غادي نكمل لك الجواب. على مستوى اللجنه اللي كانت كتناقش مسوده قانون الاستراتيجيه المدنيه، فوجئت بعرض تلك المسوده بعدما تم سبق طرح النقاش واعاده النظر في بعض المواد. حنا ملي كنشوفوا دابا نعطيكم باش بعض الامور اللي هي خطيره، منين كيكون عندي حكم تستنفذ جميع طرق الطعن، وكيف ما يقال بالقانون الحكم عنوان الحقيقه، وتنفتح لنا المجال والاحكام شكون اللي كيكونوا اطراف فيها، المدعي والمدعى عليه، المدعي والمدعى عليه، والاحكام والمنازعات تقدر تطول في المحاكم ابتدائيا استئنافيا، وابتدائيا تتكون هيئه، وفي الاستئناف كتكون هيئه مشكله من عده قضاة، وكتعاود تمشي لمحكمات النقد، ومحكمات النقد يعني هيئه عاوتاني ديال يعني فطاحله القانون، واصبحنا امام حكم مستنفذ لجميع طرق الطعن، وماشي صدروا قاضي ولا جوج، صدروه قضاة ونظروا فيه وشاركوا فيه محامون. تيجي هذا السيد هذا تيدير لي تعديل ان من بعد هذا الحكم هذا اللي غادي يستنفذ لنا الوقت ويستنفذ الطاقه، ويموت اللي يموت ويعيش اللي يعيش، يفتح المجال للنيابه العامه اللي هي ماشي طرف اصلا في الملف، ويفتح لها المجال على انها تقوم بطعن في الحكم النهائي. واش هذه هي هذا هو الاستقرار ديال هذا هو الاستقرار اللي غيكون عندنا داخل المجتمع؟ ما غيبقاش عندنا حكم نهائي، ما يبقاش عندنا هذا من التصورات الغريبه اللي هذا السيد هذا طرح. ملي بدا تيعللها الفساد ما الفساد، القاضي ما القاضي، الا القاضي فاسد حاسبوا كاينه طرق اللي يتحاسب بها القاضي. بالنسبه لمشروع قانون الاصدار المدني، ماذا عن مشروع قانون الاصدار المدني؟ حتى على مستوى الاختصاص كاينه قضايا التي تقبل الاستئناف، كاينه قضايا التي لا تقبل الاستئناف. فيما يخص التبليغات خلاها مبهمه. حنا كنعرفوا بان الحق في الدفاع اسمى حق، بمعنى ان المدعي ملي كيمشي يوضع الملف ديالو امام المحكمه، المدعي عليه خاصو يتبلغ باش يجاوب على نفسه، هذا حق الدفاع. هذا السيد هذا بدا تيعمل شي امور تبليغ عن طريق البريد الالكتروني، عن طريق الهاتف، عن طريق العنوان الوارد في البطاقه الوطنيه، ولا هذاك السيد العنوان ديالو ما بقاش ديال البريد الالكتروني ما خدامش في اطار التطور التكنولوجي. الى العنوان انا كنهضر في اطار حق الدفاع، القانون وفق القوانين الدوليه، الحق في الدفاع حق مقدس. الى واحد سيد ما تبلغش، المدعي لازم يجيب العنوان ديالو تحت طائله عدم القبول. ياك انت مدعي عندك حق عند المدعي، يجيب العنوان ديالو. هذا نمشيو للمسطره الجنائيه. هذا السيد هذا جايب لنا التبليغ الالكتروني عن طريق العنوان الى هذاك العنوان اللي في البطاقه الوطنيه، هذاك السيد رحل ومشى التبليغ لذاك العنوان هو غير موجود، نصدروا عليه حكم ونبلغوه له ويولي حكم نهائي. هذا عبث. هذا السيد هذا ما عنده، لا يملك التصور، لا يملك ولكن المشكل فين كاين المشكل فين كاين. حنا دابا الا جينا نناقش معاك كندخل معاك في الديمقراطيه التمثيليه وموضوع اخر باش ما نتفرعوش المسطره الجنائيه. وهذا الشيء راك سبق له، هذا ما يخص التمرير، هذا المشاريع بعجاله التمرير. هذا تقول لي وعلاش البرلمان كيصوت عليه؟ هو تيجيب المشروع تيصوت عليه البرلمان. هذه حصيله التحالف الثلاثي. ودريس الشقر في احدى الخارج ديالو سبق هضر على هذه الكلمه، قال بان هذا التحالف الثلاثي يشكل خطر على الديمقراطيه، ووصفهم بحكومه التغول. وصف التحالف الثلاثي بانه خطر على الديمقراطيه، وحنا كنعيشوها اليوم. يعني الرجل كانت عنده نظره في 2021، احنا كنشوفوها في 2024، لان السيد كيدير مشروع قانون. هذا التحالف عنده اغلبيه الحكوميه، والقوانين مشاريع القوانين كدوز يعني باعتبار ان الحكومه تمتلك الاغلبيه داخل البرلمان، حكم الاقوى. فيما يخص قانون المسطره الجنائيه سولتيني استفسرتيني عليه، انا غنقدر نقول لك شنو المشكل اللي عندنا في قانون المسطره الجنائيه. انا ما نحاولش نطول، ولكن نعطيك الخطوط العريضه. كانت عندنا يعني اي ملف معروض في اطار القضايا الجنحيه او الجنائيه، كان عندنا مشكل يتعلق، كان عندنا واحد المشكل يتعلق بالمحاضر. لان النيابه العامه علاش كتبني المتابعات ديالها؟ على ما يريدها من المحاضر المحرره من الضابطه القضائيه.
النيابه العامه كتحرر المتابعه وفق ما هو وارد في محضر الضابط القضائي، اي المحضر المحرم من طرف الشرطه القضائيه، البوليس او الدرك الملكي. هذاك المحضر تتبني عليه النيابه العامه المتابعه ديالها، يحال الملف على القضاء. عندنا واحد القاعده: يوثق بمحاضر الضابط القضائيه الى ان يثبت العكس. في الجرح على مستوى القضايا الجنائيه يؤخذ بها على سبيل الاستئناس، ولكن تظل محاضر عندها واحد القوه ديالها تماما. حنا كان هذا من الاعطاب الاساسيه اللي كانت تخلل قانون المسطره الجنائيه. ملي كنجيو حنا لهذا المشروع ديال قانون المسطره الجنائيه، هذا السيد ملي قدم تصور ما قدم لياش ما يعالج هذا المشكل. بمعنى واحد الشخص استدعته الضابطه القضائيه ما يضمن حقه في الدفاع، بمعنى الزاميه حضور المحامي. فين عملوا هما الزاميه حضور المحامي؟ اذا كان قصير ولا كان رشيد ما يحضرش معاه المحامي. اجراء التصوير، ولكن التصوير الرقمي بعد انتهاء البحث هو ما جدوى ندير انا التصوير اثناء تلاوته لمضمون قراءه المحضر. انا خصني منين يدخل ذاك المشتكى به او اللي غنحرروا المحضر منذ ولوجه الضابطه القضائيه وجلوسه على الكرسي وياخذ الهويه ديالو، والكاميرا خدامه كتسجل، ونسمع الاسئله اللي هي كتقدم والاجابات اللي تتقدم لضابط الشرطه القضائيه والوثائق اللي قدم له المعني بالامر ولا رفضاتهم الضابطه القضائيه ولا خدات بهم. يعني ما يوثق سلامه الاستماع الى المشتكي والمشتكى به. اما اثناء التلاوه انا تشوف هذه مساله لا تقدم ولا تؤخر. ما كتشوفش بان هذه الكاميرا كتضرب في المصداقيه ديال ضابط الشرطه القضائيه؟ انا كنقول بان الحق في الدفاع مقدس على ضابط الشرطه القضائيه، ماشي معنى كان بعيد، لان ذاك ضابط الشرطه القضائيه اذا كان شايق في نفسه ما يخافش من الكاميرا. هو محلف، ولكن ذاك السيد راه يكون في موقف ضعف، سواء المشتكي او المشتكى به يكون في موقف ضعف. وهذيك الحصيله ديال عمل ضابط الشرطه القضائيه هو اللي تتقرر عليه مصير ملف، تتسطر عليه متابعه او تتسطر عليه عدم المتابعه والحفظ، وتتبنى عليه الادانه ولا البراءه. المساله من الخطوره بمكان. هو غادي يوثق لي اللحظه ديال تلاوه المحضر، تلاوه المحضر اللي عطى الله عطاه، اللي عطى الله عطاه بلا ما تصور ديك الساعه. هذا جزء من الاعطاب اللي بقات بدون علاج، وحتى العلاج ديالها جاء دون المستوى. كذلك فيما يخص الاختراق ديال الخصوصيه، تثبيت الكاميرات. احنا كنعرفوا بان الوثيقه الدستوريه سنه 2011 يعني ضمان الحياه الخاصه للافراد. احنا ملي كنشوفوا بان الانسان غادي يقدر يثبت لك الكاميرا دي فيها اعتداء على الخصوصيه، خاص يعني الامن المجتمعي والحفاظ على الحياه الخاصه للافراد، تكون كيف ما حمت الوثيقه الدستوريه يكون تناغم مع قانون المسطره الجنائيه. ايضا فيما يخص تصوير المحاضر في اطار التحقيق، القاضي التحقيق عنده الحق يعطيك تصور وفي قضايا معينه بعد مرور 15 يوم. استاذ، من ابرز ما جاء في مشروع قانون المسطره الجنائيه وتشديد الخناق على هيئات حمايه المال العام بخصوص رفع الشكايات تتعلق بجرائم تبديد وهدر المال العام. وزير العدل عبد اللطيف وهبي صرح في اكثر من مره بانه يرفض ان تقوم جمعيات حمايه المال العام بوضع شكايات امام النيابه العامه ضد المنتخبين والشخصيات العامه في قضايا تتعلق باختلاس المال العام. ظاهريا يتبين ان هناك تجريد المجتمع من التصدي للفساد، لكن واقعيا ألا ترون أن بعض الجمعيات تتخذ من هذه المكنة، أي مكنة رفع الشكايات بهذا الخصوص، كوسيلة لتصفية الحسابات مع الخصوم، سواء كانت شكايات تتعلق بحماية المال العام أو شكايات لجمعيات بعض أصحابها عاطلون عن العمل ومهنتهم هي وضع الشكايات. وأنت تعلم جيدا أستاذ من هم هؤلاء الذين أصبحت لديهم قنوات على اليوتيوب أيضا يمارسون من خلالها التشهير الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقة. تفضل أستاذ. كنشكرك الأستاذ صراحة، الأسئلة ديالك كاملة يعني أسئلة جوهرية صراحة. فيما يتعلق بالمسألة المتعلقة بمنع جمعيات حماية المال العام من القيام بالدور ديالها
رفع الشكايات. نقدروا نقولوا رفع الشكايات ما كتجيش جمعيه المال العام، يعني كيجيها شي حاجه في عقلها كتقول لها سيري حطي شكايه غير هكذاك. جمعيات حمايه المال العام هي واحد هيئات مدنيه، بمعنى انها اختارت انها تشارك في ورش مكافحه الفساد والمساهمه في التخليق وتجفيف منابع الفساد. هذا هو الاطار الذي ينظم جمعيات المال العام. ربما هذا السيد هذا اللي هو اليوم كيف ما كانوا وزراء سابقون بالامس، هو اليوم وزير للعدل، غدا ربما نشوفوا اسم اخر، ولكن هذا الوزير اللي هو كاين حاليا اليوم الله اعلم، لان جميع خرجاته كنشوفوه تيخرج تيتكلم على انه لا يعقل ان جمعيه لحمايه المال العام تقدم شكايه في مواجهه مسؤول، في حين ان كاينه وزاره الداخليه هي صاحبه الاختصاص. هذا السيد يتناقض مع نفسه، لاننا كيف ما تنقول اينما وجدت وهبي الا ووجدت جدل ووجدت تناقض. سبحان الله، اصبح عنوان للجدال. نخليه وهبي، ولكن نشوفوا هذاك الشيء اللي قال يعني الجميع واش كاينه جمعيات تصفي حساباتها مع الخصوم، باش نبقاو حنا في صميم السؤال. ما نخلطوش الحبيل بالنبيل. كاين واحد الاطار، كاين اطارات جاده تتشتغل في اطار حمايه المال العام وكتساهم في الورش ديال التخليق يعني ومكافحه الفساد ومكافحه المفسدين، وبناء على دراسات وبناء على يعني على عمل تتقوم به هذه الجمعيات في اطار المكاتب. هذه الجمعيات تكون كتوفر على اجهزه تقريريه، كاين المكتب، كاين لجان اللي كتشتغل، كاين اجتماعات، كاين محاضر، كاين اطر اللي هي كتشكل هاد الاطارات الجمعويه تتوفر على الوصل النهائي ديال. انا كنهضر على جمعيات قانونيه، هيئات قانونيه تساهم في الحكامه وفي محاوله تنزيل الرؤيه ديال مكافحه الفساد والاصلاح وفق المنظور صاحب الجلاله. ما كنتكلمش على الجمعيات الارتزاقيه، لا هادشي اللي كيتكلم عليه الوزير. انا نجاوبك السؤال دقيق في هذه الجمعيات. ما نخلطوش الحبيب بالنبي، الله يجازيك بخير. انا هو الا بغى يخلط حنا نحاولوا نوضحوا، ما تنهضروش على الاستثناء. هضر لي دابا بشكل عام. دابا الاستاذ كاين الظهير المنظم للجمعيات، وكاينه قانون اساسي، وكاين وصل نهائي، وكاينه اطر اختارت المسار النضالي وما عندهاش ثقه في الاحزاب، واختارت النضال والاشتغال من اجل الوطن في اطار جمعيات جاده وكتضم اطر الناس بالوضع الاكاديمي ديالهم، بالوظائف ديالهم، يتنفقوا من مالهم الخاص بدون دعم. هذه مزيانه، هذو خاصنا نحترموهم، نهضروا على الاخرين، نحترموهم. وجمعيات جاده لا تستغل في تصفيه الحسابات، ولكن ايضا كاينه بين قوسين كاينه واحد الجمعيات الارتزاقيه، واش دابا بالله عليك دابا نساوي ان جمعيه فيها اطر وفيها نخب وعندها اجهزه تقريريه وكتعقد الجموع ديالها وتتعقد المؤتمر ديالها بجمعيه ما عندهاش لا مكتب لا مجلس لا مقر ورئيسها عنده سوابق عدليه. هذا غادي واذا اين مكمن الخلل؟ الخلل ان وزاره الداخليه تقوم بالواجب ديالها وتعمل على حذف وتقديم هاد الناس هادو المتابعات باعتبارها انها هي المسؤوله على تنظيم الحقل الجمعوي، ترصد لي هاد الناس اللي كيدعيوا على انهم جمعويين وتعمل على تقديم حل وهبي. قدم شكايه في مواجهه المعداوي طلب ورئاسه النيابه العامه طلبات سطرات فصول المتابعه. هاد الناس الدخلاء الطفيليون ارباب السوابق العدليه اللي هما تيحاولوا الارتزاق والاساءه للمشهد الجمعوي والنضالي في المغرب. ايضا المكافحه ديالو وهبي كان خاصو يكون حكيم ويعمل على تقنين الحقل الجمعوي، والناس اللي عندها سوابق عدليه ما تكونش كترأس جمعيات، والناس اللي ونديروا الرصد الشكايات، الناس اللي احترفوا تقديم الشكايات واصبحت لهم مهنه تقديم الشكايات. هادو اللي تنهضروا عليهم. هادو وزير العدل عنده جوج المسؤوليات: دعم
الناس المعقولين والجمعيات الجاده ومكافحه سماسره الجمعيات. هما اللي كنهضروا عليهم، سماسره الجمعيات اللي هما معروفين اصحاب السوابق العدليه. اذا هذا واقع كاين ماشي ما كاينش، ولكن نستهدفوهم. ماشي حنا غنقولوا راه عندنا كل شيء خايب، راه عندنا جمعيات تتصطاد. لا، هذوك الناس اللي هما عندهم سوابق عدليه، الناس كيتاجروا في الشكايات الكيديه، الناس الذين يستعملون في اطار تصفيه الحسابات وفي اطار الابتزاز وفي اطار التشهير. لان دابا هذه الجمعيات الارتزاقيه والطفيليه او الجمعيات الاجراميه ان صح القول، جمعيات اجراميه تحولت ايضا الى قنوات للتشهير. تتلقى رئيس جمعيه ذو سوابق عدليه وايضا يعمل على التشهير وتصفيه الحسابات والابتزاز والضرب في الاعراض. هادو وبكيف ما كيدافع على الكرامه ديالو، خاصو يدافع على المجتمع وعلى كرامه المراه المغربيه بمكافحه سواء هذه الجمعيات ديال الطفيليين واصحاب السوابق العدليه اللي هي اصبحت تصطاد يعني وسيله اصبحت وسيله لتصفيه الحسابات والابتزاز. هذا شأن اخر، وداك الشيء كيديروا يستعملوا في اطار هذا المسائل اللي هو تيهضر عليها. وخاصه النيابه العامه تعمل على جرد الشكايات، حيت كيكون شخص واحد كيدير بزاف ديال الشكايات. هذا استاذ، ما دمنا نتحدث عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الزعيم السابق لحزب الاصاله والمعاصره، الذي اضحى اليوم بقياده جماعيه. وعن حزب الاصاله والمعاصره نتساءل: هل ما زال الحزب يؤدي وظيفته ودوره المجتمعي الذي أسس من أجله؟ وهل ما زال على فكرة مؤسسه السيد فؤاد علي الهمة أم أنه انزاح عنها؟ تنسولك هذا السؤال لأنني أعلم أنك تعلم خفايا هذا الحزب منذ تأسيسه. تفضل أستاذ. تشكرك الأستاذ على هذا السؤال اللي هو سؤال ذو طبيعة حزبية أو سياسية. فحزب الأصالة والمعاصرة حاليا اليوم هو ضمن التركيبة الثلاثية أو التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة. تيتوفر على تمثيلية يعني لا يستهان بها وقوة في البرلمان. ولكن أنا نطرح سؤال: شنو هي القيمة المضافة اليوم ديال حزب الأصالة والمعاصرة داخل المشهد الحزبي المغربي؟ شنو القيمة ديالو؟ تنشوفوا حزب يعني كباقي الاحزاب المغربيه ما كنشوفوش افكار، ما كنشوفوش تصورات، ولا سيما الافكار اللي شكلات داك المنطلق ديال التاسيس. حنا كنعلموا جميع ان حزب الاصاله والمعاصره حين تاسيسه يعني في حقبه العهد الجديد كان حزبا اللي انا نقدر نقول لك ان حزب الاصاله والمعاصره ما كانش فكره حزب، كان فكرة مشروع سياسي اللي غادي يقود المغرب لواحد المرحلة يعني ديال الديمقراطية وديال حقوق الإنسان وديال التنمية. ولكن شاءت الظروف إلى أننا كنشوفوا اليوم حزب الأصالة والمعاصرة حزب كباقي الأحزاب، ماشي حزب صغير ولا حزب. يقال أن فكرة تأسيس الحزب جاءت لمناوئة الإسلاميين. هادشي كاين اللي غيروج هاد الفكرة هذه، ولكن الحزب جاء من خلال المؤسس ديالو السي فؤاد علي الهمة. حنا كنسميو الأمور بمسمياتها باش لأن الحزب تم تأسيسه من طرف السي فؤاد علي الهمة بعد مغادرته لوزارة الداخلية. أخذ على عاتقه يعني الرجل مع الحقبة الجديدة ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لاحظ الأعطاب اللي هي عندنا في المشهد الحزبي والمشهد السياسي اللي حنا حاليا تنعانيو منها. فجات واحد الفكرة ديال عقلنة المشهد الحزبي، وبالتالي تم تأسيس حركة لكل الديمقراطيين اللي هي الحركة هذه ضمت واحد المجموعة ديال الأطياف السياسية، يعني حركة ضمت واحد المجموعة ديال الوجوه السياسية. وأيضا جات واحد الفكرة ديال محاربة داك التشتت ديال الأحزاب ويكونوا عندنا واحد الأقطاب حزبية. وبالتالي هذيك الفكرة ديال الحركة الديمقراطية أنها راه استطاعت تجمع علينا ما تم تسميته عندك بالجويد.
راه عندك واحد 8 د الاحزاب تجمعات في واحد التنظيم. هذه من المسائل اللي كانت ايجابيه. انت كتسمى ايجابيه، هناك من يسمى معضله السياسه بالمغرب. لا جاي دابا للاسف التصور اللي جا به السي فؤاد، راه الناس دابا اللي هما حاليا في هذا الحزب هذا، وانا تنقولها بصراحه، ما استطاعوش يبلوروا الفكره ديال السي فؤاد عليهم باش يكونوا واضحين. راه الناس اللي كانوا في التأسيس منهم الامين العام الاول اللي كان قاد خدا المسؤوليه سيد بيد الله. لا السيد الامين العام الاول عاد جا بعد منه السي بيد الله. يعني كانوا واحد النخب، كانوا واحد الشباب، كانوا واحد القيادات، كان واحد التنافس يعني في الانضمام لهذا المولود الجديد، باعتباره ما تيمثلش اليسار، ما كيمثلش الليبراليه، ما كيمثلش التوجه الاسلامي، كيمثل قيم مغربيه. كان واحد المتنفس اللي هو الناس انخرطوا فيه، شباب، النساء، مختلف الاعمار. كانوا الانخراطات، تسمح لي نكمل لك هذه الفكره جزاك بخير. كانوا واحد الانخراطات بمستوى كبير لجاذبيه المشروع المجتمعي الذي يقوم على ممارسة السياسة بشكل جديد، عقلنة المشهد الحزبي، محاربة الزعامات اللي ما زال حتى الساعة حنا كنشوفوها مازال في المشهد الحزبي السياسي. يعني الفكرة جاب هذا التصور، وبالتالي لقى واحد الإقبال. ما جاش باش يحارب الإسلاميين أو غير الإسلامي، جاء على فكرة تمغربية. ولكن للأسف أنا تنقول بأن ذاك المبادئ ديال الحزب والافكار والتصورات اللي كانت الاساس والمنطلق ديالو ما تحققتش على ارض الواقع. استاذ، ارتباطا بموضوع حزب الاصاله والمعاصره والاحزاب السياسيه بشكل عام، الراي العام الوطني والدولي انشغل في الشهور الاخيره بقضيه باتت تعرف اعلاميا باسكوبار الصحراء، قضيه اسقطت فاعلا حزبيا وهو رئيس لفريق كروي كبير وايضا برلماني عن حزب يوجد بالاغلبيه الحكوميه الحاليه، اضافه الى برلماني اخر من الحزب نفسه، ومتابعه قضائيه لاخرين من بعض الاحزاب والمناصب. سؤالي، ما تعليقك حول هذا الموضوع؟ وهل نحن ازاء حمله تطهير ام ان الامر لا يعدو ان يكون مجرد الشجره التي تخفي الغابه؟ وهو بالنسبه لمدى انتماء هاد الناس اللي هما حاليا في اطار متابعه قضائيه، في اطار ملف ما بات يعرف بقضيه اسكوبار، مدى يعني علاقتهم بالحزب، هذه مساله كتبقى مساله، نوضح الامور، تتبقى مساله ترتبط بالطريقه اللي هاد الناس هادو تيحصلوا من خلالها على التزكيات. لان هذا الحزب هذا اذا جاء بالفكر ديال محاربه الزعامه واعطاء المشعل للشباب والناس اللي عندهم افكار وتصورات والناس ديال الجبال والمغرب العميق، هادشي راه ما كاينش حتى الساعه. حنا كنشوفوا ناس اللي هما في اطار متابعه. اذا بالتالي حنا غادي نسالوه هاد الناس هادو كيفاش حصلوا على التزكيات في اطار هذا الحزب، وبالتالي المسؤوليه الناس ماشي غير هذا الحزب، باش ما نسماوش كنتحاملوا على هذا الحزب، جميع الاحزاب. لا، كاين ناس منهم اللي هما تابعين ليه. نعم، باش ما كاين الناس اللي هما تابعين ليه، وهذا يجرنا الى اذا المسؤوليه عامه على مستوى جميع القيادات الحزبيه. كيفاش معايير يدعونا الى منح التزكيات واعطاء المسؤوليات الحزبيه. هنا السؤال، كيفاش هاد الناس كيحصلوا على التزكيات وتيحظوا بالثقه ديال القيادات الحزبيه باش تثق فيهم وتعطيهم الفرصه على انهم يطرحوا نفسهم كممثلين للامه على مستوى البرلمان او على مستوى المجالس المحليه. وهذا الشيء اللي كيخلق لنا اعطاب داخل البرلمان. شكرا استاذ على هذا الحوار الشيق، ونتمنى ان نلقاك في فرصه قادمه باذن الله. مرحبا، والشكر لكم الاستاذ الكريم على هذا النقاش الساخن. نقاش ساخن وفي المستوى وماتع. مشاهدينا الكرام، نكون بهذا قد انهينا حلقتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء بكم في فرصه مقبله باذن الله. الى اللقاء.